رجاله كتير لما بنت بترفضهم بيبداوا يسوقوا سمعتها عشان ما بيقدروش يتقبلوا الرفض ده، فبيطلعوا غضبهم في صوره ان هم يشوهوا سمعتها، فبيبداوا يقولوا دي عملت علاقه مع ده وده وده، وكلام طبعا غير صحيح كله. او حتى الراجل نفسه اللي معرفش يوصل لها ده بيقعد يعزز في نفسه ويقول ان هي كانت هتموت عليا بس انا ما كنتش عاوزها اصلا. القصه اللي معانا النهارده تشبه القصه دي بالظبط، ولكن العكس تماما. هنا بعد ما الراجل رفض البنت فكان رد فعلها مرعب. دي قصه مستوحاه من الواقع وهنحكيها بشكل درامي ومن غير كلام كتير. حضر نفسك كده عشان القصة طويلة قوي ومليانة حاجات. القصة دي فيها كلام جريء وكلام على علاقات، فلو انت مش عايز تسمع كلام زي ده فما تكملش القصة. وعشان ما نطولش يلا بقى حضروا نفسكم كده وهاتوا اي حاجة تتسلوا فيها عشان القصة دي طويلة شوية، ويلا نبدأ. بطل القصة دي اسمه حاتم شاب زي شباب كتير قوي، عاش حياته بالطول والعرض، مفيش حاجة ما عملهاش، وبدأ الشقاوة بدري حبتين. يعني من وهو عنده 7 سنين كان بيستنى كده اهله يناموا على الساعه 10-11 بالليل، وكان يتسحب ويفتح الباب وينزل ويسهر للصبح. كان طفل شقي جدا وبيحب يستكشف كل حاجه، وبدا التمرد على الحياه والمجتمع بدري قوي. يعني من وهو لسه بيفتح عينه كده عن الحياه كان عارف تقريبا كل انواع البشر، وكان مقضيها تجارب وخبرات في كل حاجه. كان ميكس كده ما بين حياه اجتماعيه فوق المتوسطه وبين مدارس حكوميه، فعارف ياخد من هنا وعارف ياخد من هنا. المهم جه عم حاتم في اوائل عشريناته كده بعد ما اتخرج من الجامعه، قال اسافر بقى واشتغل بره واعيش حياه بعيد عن الصخب اللي انا عايشه ده. حس انه من بدري قوي خلص كل التجارب اللي في الدنيا. كل ما يسعى له المراهقون والشباب هو عمله في سن صغير قوي، سهر، شرب، علاقات، كل حاجه تقريبا. وطبعا هو عارف ان كل اللي بيعمله ده اغلبه مش صح، بس ده اللي عدى عليه في حياته. المهم ان هو قال بقى يسافر لانه خلص كل حاجة في الدنيا، فبس يركز في الشغل. وده طبعا كان تفكير غلط. مفيش اي حد في الدنيا بيخلص من التجارب. الحياة كل يوم لحد اخر يوم في عمرنا بتدينا تجربة جديدة، ولكن ده كان فكره في الوقت ده. سافر حاتم امريكا وقعد هناك شوية سنين حلوين، واول ما سافر وشاف اختلاف الثقافات وشاف ازاي اختلاف الثقافة بيأثر حتى في الزي اللي بيلبسه الانسان، حب قوي موضوع تصميم الملابس، فقرر يشتغل فيه وفي نفس الوقت يدرسه. وبعد فترة احترف في الموضوع الى حد ما، وبقى ماسك مكان كبير لوحده في شركة، وهو اللي مسؤول عن كل حاجة فيه. وكل السنين اللي عاشها هناك دي تقريبا كان مقضيها شغل وبس. كان بيسافر كل فترة، كان بيتفسح، ولكن 95% من الوقت كان شغل بس. وبعد فترة كبيرة قال كفاية بقى كده، ارجع مصر بلدي اقعد فيها في وسط اهلي واصحابي واعمل مشروع واستقر هناك. رجع حاتم مصر قبل اواخر عشريناته بسنتين 3 كده، وشاف اهله وشاف صحابه، وقعد كده شبع من البلد لمدة 6 شهور تقريبا، عمل فيهم كل حاجة. وبعدين قال يلا بقى افتح مشروع الجميل. وبالفعل عمل شركة كبيرة من 2-3 مثلا، وجاب أجهزة وأدوات تصميم وموظفين وكل حاجة في الشركة. قعد سنة صرف على الشركة دي لحد ما أسسها ملايين، ومش ملايين من بتوع 2025، لا ملايين من بتوع زمان. ثم أصابت حاتم اللعنة. المشروع كله تقريبا فشل من قبل ما يبدأ، وخسر كل فلوسه. بس هو كان عارف كويس ان هو غلطان. هو ما كانش حاسبها ابدا بدماغ بيزنس، هو كان مقضيها كده وخلاص، يلا نعمل اي حاجة. في التوقيت ده حاتم نفسيته تعبت جدا، وخسارة بخسارة خسر اقرب صحاب ليه، وخسر كمان حبيبته اللي كانت معاه في الوقت ده. والحقيقة مش هو الشخص اللي كل اصحابه باعوه طلعوا يجروا عنه وحبيبته سابته والكلام ده. هو اكيد في ناس بيستنوا الشخص عشان يقع عشان يبعدوا عنه، بس هو فاهم ده وفاهم طباع البشر. ولكن موضوع اصحابه القريبين وحبيبته اغلب المشكله كانت منه هو، لان هو ما بيحبش حد يشوفه ضعيف او يشوفه في صوره معينه. وده شيء اتربى عليه وتلقنه من وهو صغير. كان دايما بيتقال له اوعى حد يشوفك ضعيف، اوعى تطلب مساعده من حد، انعزل عن العالم وقف على رجلك من اول وجديد لوحدك، وبعدين ارجع للدنيا دي تاني. وطبعا ده شيء غلط، وكلنا موجودين في الحياه دي عشان نساعد بعض وعشان نقوم بعض، ولكن دي كانت عقليته في التوقيت ده. فبعد عن الناس كلها وقعد كده في مكان لوحده لمده 2 كاملين. باع كل حاجه باقيه له، واكتئب لمدة 2 في مكان، وطول السنتين بقى لوحده هو والمخدرات. عندنا في مصر ما بيقولوش على حشيش مخدرات، بس هو من اخطر انواعها عامة. لا وكمان اللي موجود دلوقتي يا ريت وحتى حاجة كويسة، كله مضروب، يعني اسوأ مليون مرة، وبيأثر على كل حاجة في الانسان. المهم بعد المعاناة دي لمدة 2 حاتم لقى حياته بتضيع ومستقبله بيضيع وكل حاجة بتروح من حواليه. فقال لا ما ينفعش كده، لازم الحق نفسي. فراح مكان تاني وبعد اكتر واكتر، وقعد حوالي 6 شهور لوحده
لوحده اتخلص من كل حاجة سيئة كان بيعملها، وبقى بيصحى بدري، بيلعب رياضة، بياكل اكل صحي، وكان بينزل شغل في الوقت ده. وعشان هو رياضي قديم فالموضوع كان بالنسبة له سهل، ورجع بسرعة واستعاد صحته تاني بسرعة. وبعد ما عاش في معاناة الفترة دي كلها قرر ان هو يرجع يسافر امريكا تاني. وفعلا بعد شوية محاولات رجع واشتغل في نفس المجال اللي كان بيشتغل فيه، ولكن كان المرة دي الشغل بسيط لان هو كان معقد من الموضوع بسبب الخسارة اللي حصلت له والفشل اللي حصل له، فما كانش حابب اصلا المجال خالص. وطول الفترة دي حاتم حصل له تطورات كتير قوي في شخصيته وفي عقليته، وبقى حاسس ان كل الناس اللي حواليه في الوقت ده مش شبهه. فقال لا، لازم الاقي طريقة اعرف بيها ناس محترمة وعندهم اخلاق وافكارهم شوية تشبه افكاري، او على الاقل يتقبلوا افكاري واتقبل افكارهم. المهم قال يأجر مكان صغير ويعمل كده حاجة من اللي بتحاول تساعد الاقليات في البلد اللي هو فيها او في الولاية اللي هو فيها وقتها، يعني مبادرة كده عن حقوق الحيوان، حقوق الانسان، حتى حقوق الطفل او الفئات المهمشة في المجتمع. المهم عمل كده فعلا، وفي ظرف حوالي 7 شهور بقى ليه تأثير مش بطال، سواء مثلا بإنقاذ الحيوانات او المشاركة بمقالات في حقوق الانسان والاقليات، او حتى بخطابات داخل الجمعية اللي هو عملها وكان بيسمعها آلاف الناس. وبسبب الجمعية دي قدر يجمع ناس كتير من ثقافات مختلفة وفي مجالات كمان مختلفة عشان يقدروا يساعدوا الناس. وتقريبا المبادرة دي كانت 98% منهم العرب اللي عايشين في امريكا، وحتى الناس اللي كانت بتحضر اونلاين كانت برضو اغلبهم عرب. حتى الناس اللي كانت بتحضر الخطابات اللي كانت بتتعمل اونلاين كان برضو اغلبهم عرب. والتجمع الاونلاين اللي كان بيحصل ده كان بيبقى حوالي 3 مرات في الاسبوع، وكان بيحضروا ناس من كل الولايات اللي حواليهم عشان كل ولاية بعيدة جدا عن بعض، فان هم يجوا يحضروا كل مرة في ولاية مختلفة كان الموضوع هيبقى متعب قوي. فاللي في نفس الولاية بيحضر واللي في الولايات التانية بيكونوا موجودين اونلاين، يعني حاجة كده بتكون عاملة زي نظام المحاضرات، في 200-300 شخص بيحضروها، وكل واحد بيكون لابس سماعة ومعاه المايك، وممكن يشارك في اي وقت، وممكن حد يفتح كاميرا وحد تاني ما يفتحش كاميرا، وكل واحد كان ممكن يعرض مشكلته او يعرض الفكرة اللي عنده او الموضوع اللي هو حابب يتناقش فيه. ووقتها بيتكلم مع ناس متخصصين او على الاقل ناس عندهم خلفية عن الموضوع اللي هو بيتكلم فيه. والمحاضرات دي بيكون ليها لينك معين، ممكن اي حد في اي بلد يدوس على اللينك ده ويقدر يدخل يشوف اللي بيحصل. فكان اغلب الناس اللي موجودين اصحابهم بيكونوا متواجدين معاهم او حتى ناس من اهلهم. المهم برغم الفترة الطويلة اللي عاشها حاتم مع الناس دي وفي النقاشات دي، وفي ناس جديدة وفي ناس بتتغير وناس بتكمل وناس بتمشي، بس برضو ما تعرفش على حد بشكل شخصي ابدا، عشان هو بطبعه شخص مش بيحب الزحمة ومش بيحب المعارف الكتير. الحاجة الوحيدة اللي بيلاقي نفسه فيها هو النقاش في مواضيع تهمه مع ناس. وقتها اصلا ما بيشوفش الناس، هو كل اللي بيسمعه الكلام اللي بيتقال والموضوع اللي هو مهتم بيه. لحد كده ما بعد 7 شهور من انشاء المبادرة دي كان واقف كده بيتأمل في ايفنت كان معمول عنده، فلقى حد بيخبط على كتفه من ورا وبيسلم عليه. لف كده وبيبص وبيشوف مين ده، لقى بنت زي القمر. وبرغم ان ده كان بيحصل معاه تقريبا بشكل شبه يومي، بس المرة دي الموضوع كان مختلف. حس بانجذاب غريب اتجاه البنت دي، وبرغم ان حاتم اصلا ما كانش حاطط في باله ان هو يدخل علاقات ابدا، عشان هو دخل في علاقات كتير قوي وما كانش حابب يدخل التجربة دي دلوقتي او يكرر التجربة دي دلوقتي. وكان واخد موقف اصلا من شكل العلاقات اللي متعارف عليه، يعني كان شايف ان كل العلاقات في الدنيا لازم يكون فيها خطة، لازم يكون كل واحد ظاهر بصورة معينة، لازم كل واحد يتعامل باسلوب معين. فكان بيحس ان هي مؤسسة للخداع، لازم كل واحد يخدع التاني عشان الدنيا تمشي. وطبعا هو يقصد علاقات طويلة او علاقات جدية، مش بيتكلم على علاقة عابرة مثلا. المهم البنت اللي خبطت على كتفه دي بنت كان اسمها تسنيم، وكانت بتشكره على المجهود اللي هو بيعمله. وبعد حوار كده صغير دار بينهم بقوا اصحاب وبقوا بيتكلموا كل 2-3. وبعد فترة بسيطة هو اعترف لها بحبه، وهي بعد كمان فترة بعديها اعترفت له بحبها، وحصلت العلاقة اللي مش بتحصل كل يوم. كانت اجمل علاقة واجمل شخص حاتم ممكن يكون قابله في حياته. ما كانتش علاقة عادية، كانت عيادة نفسية كل واحد فيهم بيرجع فيها طفل ويحل كل المشاكل النفسية اللي عنده وكل عقده وكل مخاوفه. علاقة الاتنين اتعلموا فيها حاجات كتير قوي من بعض ومع بعض. علاقة كل واحد قال للتاني فيها ازمته النفسية، قال للتاني حقيقته، قال للتاني نقط ضعفه، قالوا لبعض كل حاجة في حياتهم كانت ممكن تكون مسببة لهم ازمة. علاقة بقوا الاتنين فيها مكشوفين قدام بعض، ورغم كل ده ولا حد فيهم في يوم من الايام حاول يجرح التاني بكلمة. اول 2-3 كانوا رومانسية على شوية صراعات قوية بينهم، زي ما بيحصل تقريبا في اي علاقة. كل واحد بيفهم طباع التاني، وكل واحد بيتعود على التاني، وكل واحد عنده مشكلة نفسية
من علاقات سابقه او من تجارب سابقه، ومستني التاني او الشخص اللي قدامه يديله الامان فيها. كانوا مع بعض تقريبا ال 24 ساعه، مفيش حاجه ما اتقالتش في الحياه كلها، كل كبيره وصغيره في حياه كل واحد فيهم بقى التاني عارفها. كانوا بيحترموا بعض وهم قدام بعض وهم كمان في ظهر بعض، مفيش حاجه بتختلف، اخلاقهم واحده، معاملتهم مع الناس واحده، سواء وهم مع بعض او قدام بعض او حتى لما كل واحد بيبقى لوحده. عمرهم ما كانوا بوشين. بعد 7-8 شهور من الحب والرومانسيه وكل الحاجات الحلوه دي، حاتم كان عنده مشاكل كتير قوي في حياته وفي شغله وفي علاقاته العائليه، وده شيء طبيعي بسبب ماضيه وحياته اللي فاتت اللي كان كلها مشاكل وكلها حاجات كتير قوي. تسنيم بقى بعد 8 شهور من العلاقه، بعد ما خلصوا الحب وخلصوا كل حاجه، كانت ونعم الشريك. كانت بتدعم حاتم في كل كبيره وصغيره، اوقات كانت بتتعب اضعاف ما هو بيتعب في حاجات تخصه هو، وهو ما كانش بيفوت فرصه عشان يشيد بده سواء ليها او سواء قدام الناس. كان دايما بيديها حقها في اي حاجه بتعملها، كان بيعبر لها قد ايه هو ممتن، وكان كتير بيفكرها ان مجهودها اللي بتعمله ده ممكن جدا يأثر على حياتها الشخصيه، وفي احتمال كبير قوي ان هي يجي لها الوقت تتضايق من نفسها ومن المجهود اللي بتعمله، وتحس ان هي نسيت نفسها لفتره. وكمان لو تفتكروا في اول كلامنا احنا قلنا ان حاتم عنده كده حاجه متلقنها من هو صغير، ان هو ما بيحبش اي حد في الدنيا يشوفه ضعيف او ان هو يحاول يساعده، ولكن هي اللي كسرت فيه الحته دي. كانت دايما بتقول له احنا 2 شركاء وعايزين نكون مع بعض، والمفروض الشخص اللي فينا في توقيت يقدر يعمل فيه حاجه يعملها ويبادر بيها، ولو انت قلت لي عكس كده او قلت لي اللي انت مش عايز مساعده يبقى انت كده انسان مزيف، وانا عارفه ان انت مش شخص مزيف، وواخد علاقتنا ان هي فعلا شراكه. والكلام ده كان مخلي حاتم فرحان قوي مش زعلان. هو كانت حاجه غريبه بالنسبه له ان شخص يبقى معاه بكل القوه دي من الدعم، ولكن برضه كان شيء مفرحه، اللي هو شلت اكبر مشكله نفسيه عندي مع اكتر حد بحبه. اخيرا قابلت الانسان اللي بتعامل معاه بكل حالاتي وباكتر اوقات انا ضعيف فيها. ومعلومه، تسنيم لو كانت شايفه حاتم شريك ما يستاهلش ما كانتش عملت ربع اللي هي عملته ده. حاتم في البدايه كان داعم لتسنيم في اكتر مواقف سيئه ممكن تحصل معاها في حياتها، وما كانش بيسيبها وكان دايما ساندها، وكان شايف ان ده طبيعي والمفروض يكون متبادل بين اي شركه، مش شايف ان ده حاجه غريبه هو بيعملها. وبرغم برضه ان كان في مواقف كتير قوي قويه عليه، ولكن عمره في حياته ما راح قال لها انا عملت كذا او عملت كذا. ندخل بقى في الجد شويه. في بدايه السنه الثانيه من علاقه حاتم وتسنيم، كان في 5 بنات جداد بيحضروا المحاضرات اللي حاتم بيعملها اونلاين او التجمعات يعني، بس احنا بنقول المحاضرات عشان يبقى الموضوع سهل. وكانوا تقريبا بيدخلوا بشكل منتظم ومتوالي. وتعالوا ندي اسماء لل5 بنات دول: سالينا وريماس ولينا وايات واخيرا رانيا. ال5 ما كانوش في الاول يعرفوا بعض، هم اتجمعوا عن طريق المحاضرات اللي حاتم بيعملها، بس لما بقوا بيشاركوا كتير وبيقولوا ارائهم في المواضيع اللي بتطرح من هنا ال5 بدأوا يعرفوا بعض، وال5 بقوا صحاب. ده غير كمان ان كلهم كانوا عايشين في نفس الولايه ما عدا لينا، ودي ولايه تانية مختلفه عن الولايه اللي حاتم فيها. يعني كان حاتم في ولايه و4 في ولايه تانية بعيده شويه، ولينا كانت في ولايه لوحدها. وال4 اللي في نفس الولايه بقوا بيخرجوا مع بعض وبقوا بيشوفوا بعض وبقوا صحاب قريبين قوي، وبقوا كمان بيباتوا مع بعض. حاتم تقريبا ما كانش بيكلم اي حد بشكل شخصي، ولا ولد ولا بنت. كان ممكن الوحيده كده فيهم هي لينا، وكان كل فين وفين يعني، وكانت مواضيع جدا كده كلمتين وبتخلص. لكن كانوا معارف مع حاتم، وكانوا بيدخلوا معاه مناقشات كتير في المحاضرات اللي بتتعمل، ويعرفوا برضو تسنيم حبيبه حاتم من المحاضرات، بس كانوا يعرفوها بشكل سطحي مش زي معرفتهم لحاتم، لان هم تقريبا عمرهم ما اتناقشوا مع بعض، يعني كانوا بالنسبه لبعض مجرد اسم. وبعد سنه من معرفه حاتم للبنات دول ووجودهم بشكل مستمر في المحاضرات اللي بتتعمل، وكده كان فات 2 على علاقه حاتم وتسنيم. المهم بعد ال2 دول جت تسنيم قالت لحاتم انا استنيتك كتير واستحملت كتير، وانت بصراحه حياتك مش متظبطه خالص وانا مش هقدر اكمل. وحاتم كان شايف انها عندها حق بصراحه، ويمكن حاتم نفسه قال لها اكتر من مره ان والله انا ظلمك معايا، انا نفسي تروحي تشوفي حياتك. وطبعا كان بيقولها بحسره بس قالها يعني، فمعنى كده ان هو شايف نفس اللي هي شايفاه. حاتم ممكن يكون اثر كتير بقصد او بدون قصد او بسبب اسباب قهريه في حياته. طبعا بعد ما كل المشاعر والحاجات بتاعت نهايه العلاقه دي خلصت، خصوصا لو كانت علاقه صادقه وسويه، انتهت العلاقه وكل واحد بقى في حاله. حاتم كان عايش شويه كده مع نفسه على الذكريات وكان نفسه يرجع، ولكن هي خدت القرار بشكل نهائي، وحاتم احترم ده جدا، خصوصا انه كان حاسس ان ده هيحصل لان تسنيم قبل ما تنهي العلاقه بحوالي 2-3 كانت متغيره، صوتها، اسلوبها، طريقه كلامها، كل حاجه زي ما تكون كانت واخده القرار من بدري شويه، بس كانت مستنيه الوقت المناسب او كانت بتفكر. وده حاتم شايفه طبيعي، يعني مفيش حد بياخد القرار من يوم وليله.
حاتم ما كانش له اي حد في الحياه غير تسنيم، وده ممكن يكون شيء غلط شويه ولكن ده الواقع. كانت هي اهله واصحابه وحبيبته وكل حاجه. اختفت تسنيم فتره، كان ممكن كده رساله بينهم هما الاتنين، بين كل حد فيهم كل اسبوع كل 10 ايام اكتر من كده، رساله كده بسيطه او حتى مكالمه خفيفه. ايه اخبارك، عامل ايه في حياتك، ايه اخبارك، عامله ايه في حياتك، والحاجات اللطيفه دي. ودايما الكلام كان من تسنيم مقفل وليه حدود معينه، كانت بتحط لحاتم حدود معينه ما يعدهاش. وبعد شهرين ونص بقى من الحاجات دي، حاتم ورانيا اللي هي بنت من الخمسه اللي هم جم من قبل ما تنتهي العلاقه بسنه، بقوا يتكلموا وبقوا شويه اصدقاء، او في البدايه بتاعت الصداقه. وكانت في البدايه كلامها فلسفي حبتين، يعني ايه المشكله لما انهي حياه اي حد لمجرد ان هو مضايقني، وبعيدا ان هم عارفين ان ده حرام وده ما ينفعش، بس الموضوع كان من نظره فلسفيه. وهو كان بيقول لها لو هتاخديها من نظره فلسفيه خديها على الاقل من مبدا النفعيه، يعني اكيد انت مش حابه حد ينهي حياتك، فاكيد المفروض ما تنهيش حياه حد. كانت تتعصب وتعلي صوتها وتقول لا انا بقى لو هبص لمبدا النفعيه فانا هبص له على نفسي، انا ابقى مبسوطه، انا ما اتضايقش. ايه يعني لو حد لمجرد ان هو مضايقني يختفي من الحياه او اخليه يختفي من الحياه. فعشان اصرارها القوي ده رد عليها حاتم وقال لها هو انت عملتي كده قبل كده؟ فلقلقت كده في الكلام وقالت له لا انا ما عملتش كده. وهي فعلا ما عملتش كده، بس اللقلقه دي والطريقه بتاعه التمثيل دي ليها مغزى هيبان قدام. هي بس كانت باسلوبها ده بتحاول توصل لحاتم رساله معينه. المهم بعد اسبوع تقريبا من كلامهم ده اللي هو لسه ما تحولش لصداقه قويه، تسنيم وحاتم اتكلموا، وكانت وحشاه جدا، وكان بيتكلم معاها بمنتهى الفرحه، كان عامل زي العيل الصغير اللي مستني كل حاجه كده تجيله عشان يجري عليها ويقول لها انا عملت ايه في الفتره اللي فاتت اللي انت ما كنتيش بتكلميني فيها او ما كنتيش بترغي معايا فيها. وقال لها تعرفي ان انا بقالي فتره كده صغيره بتكلم انا ورانيا؟ قالت له رانيا مين؟ قال لها رانيا البنت اللي بتطلع وبتتكلم وبتتناقش وبتبقى موجوده، اللي هي بتيجي في المحاضرات اللي انا بعملها. قالت له اعرف ده. قال لها دي طلعت مجنونه، دي بتقول ما فيش اي مشكله من انهاء حياه الناس. حاتم كان بيثق في تسنيم جدا وكان بيقول لها افكاره ايا كانت هي ايه. المهم بعد ما قال لها كده هي ضحكت شويه وهو ضحك شويه والموضوع انتهى والاتنين قفلوا. وبعد اسبوعين ثلاثه العلاقه بقت اكتر عمق بين حاتم ورانيا وبقوا اصدقاء. وبعد الاسبوعين ثلاثه دول حاتم وتسنيم اتكلموا تاني، وكالعاده واللي حاتم بيعمله قال لها بقول لك ايه، انا ورانيا بقينا اصدقاء قريبين دلوقتي. وطلعت طيبه وما طلعتش عايزه تنهي حياه حد ولا حاجه، ده تقريبا كان اي كلام. وبرضه الاتنين ضحكوا مع بعض شويه وقفلوا كده. من اول ما تسنيم وحاتم سابوا بعض لحد اللحظه دي كان تقريبا 3 شهور، يعني الاوقات مش هنعرف نحسبها قوي، ممكن نلاقي اسبوعين فوق اسبوعين تحت حاجه كده يعني. المهم بقى ان رانيا حاولت بكل الطرق ان هي تدخل في علاقه مع حاتم، برغم ان هو ما كانش عنده اي نيه لده، هو كان الموضوع مع صداقة وبس. المهم انها عملت مراحل كتير قوي في وقت قليل. اول مرحلة قالت له انا مش عارفة ليه الناس بتكلمني كلام عميق، انا وهم بيتكلموا معايا ببقى عاوزة اقول لهم انا كذا وانا كذا. دي كانت لفظ شوية مهين حميمي، حاجة يعني شبه كده، اللي هو كلمة ممكن تجيب الراجل اللي قدامها ويقول ايه ده يلا بقى ندخل في الحتة دي. حاتم ما اهتمش وما دخلش ابدا في الحتة دي، وقال شخص ممكن يكون بيعبر عن نفسه بأريحية. المرحلة التانية حاتم في مرة بيسألها سؤال بيقول لها هو انت بتعملي ايه في حياتك؟ ردت وقالت له بدون اي سابق انذار انا كل اللي بعمله في حياتي ان انا بلف العالم وبلف بلاد كلها في العالم وبجرب رجاله. قال لها يعني دي حاجه مضايقاكي؟ لان هو مستغرب الرد، حسه رد غريب، فهو بيقول لها دي حاجه مضايقاكي كنوع ان هو بيفتح معاها حوار او بيرد على اللي هي بتقوله. قالت له لا مش حاجه مضايقاني ابدا. قال لها خلاص ماشي. قالت له ان اللي مضايقني ان انا برغم ان انا لفيت العالم وعملت علاقات كتير بس انا مش بلاقي اللي انا عاوزاه. حاتم قال لها يعني ايه اللي انت ممكن تكوني عاوزاه ومش بتلاقيه؟ قالت لي يعني بعد ما اي شخص من اللي انا مرتبطه بيه انا وهو بنخلص العلاقه الحميمه بيقعد يقول لي انت ازاي حلوه كده وازاي كنتي بالشكل اللي انت فيه ده، انا منبهر بيكي. وبيفضلوا يقولوا فيا شعر وكلام ايجابي كتير قوي وانا مش عاوزه ده ومش بحب ده، انا عارفه ان انا كده كده جامده جدا. حاتم ما اهتمش وما فرقش معاه ابدا الكلام ده، واللي فهمه بعد كده ان ده الشيء اللي بتحاول تعمله عشان تجذب الراجل اللي قدامها او عشان تلفت نظر الراجل اللي قدامها، وفي اعتقادها ان اغلب الرجاله بالشكل ده، وفعلا اغلب الرجاله بالشكل ده. الطريقه الثالثه لما الطريقتين الاولانيين فشلوا كانت ان هي صرحته بشكل واضح وقالت له انا عرفت انا بحب ايه، انا مسكت اللي انا بحبه، انا بحب الرجاله الاذكياء وانت ذكي جدا يا حاتم وعاجبني جدا وانا بحب ذكائك. حاتم ما فرقش معاه ابدا قصه المدح دي، بس هي بعديها على طول قالت له انا عايزه ارتبط بيك بس مش عايزاك تعمل زي اللي كل الرجاله بيعملوه. قال لها الرجاله دي بتعمل ايه؟ قالت له انا ببقى عايزه اتسلى شويه وبفهمهم ان انا عايزه اتسلى شويه وخلاص والعلاقه تنتهي، وبيبقوا
بيبقوا رجاله كده بشنبات، وانا بتعمد اختار ناس اكبر مني عشان يبقوا عاقلين وواعيين، لان اصلا الكبير بيبقى خايب، فما بالك الصغير واللي لسه ما مرش بحاجه وما شافش حاجه في حياته. قال لها ايوه، يعني الرجاله دي بتعمل ايه في النهايه؟ قالت له مش بيبقوا عايزين يسيبوني برغم ان احنا متفقين من الاول، وبيفضلوا كده يبقوا رجاله بشنبات ويقعدوا يزعلوا لا ومش قادرين نسيبك وبيعيطوا، وبيبقى شكلهم وحش قوي لدرجه ان الموضوع بيدخل في مشاكل، وبضطر اجيب لهم بلطجيه عشان يضربوهم لانهم بيضايقوني وما بيبقوش عاوزين يسيبوني. ودايما رانيا كانت بتتكلم في الموضوع بتاع البلطجيه ده كتير، وبتدخله كده في اي موضوع بدون اي سياق، زي ما تكون بتحاول توصل رساله هي عايزه توصلها. المهم قالت له في النهايه كده انا عايزه لو دخلنا العلاقه دي وانا جيت قلت لك عايز انهي العلاقه، ما تقعدش تعيط وتدبدب في الارض وتعمل اللي الناس بيعملوه ده، عشان بجد شكلكم بيبقى وحش قوي، واعتبرني الفتره دي بستغلك، ولا انا في علاقه ولا انت في علاقه، فاعتبرني بستغلك وبعرف نفسي بيك او من خلالك اكتر. حاتم قال لها ماشي، بس بشرط انا ما عنديش اي شيء اقدمه لك في الحياه الواقعيه، اخرنا هنتكلم في التليفون، فخدي الفتره اللي انت عاوزاها وبعدين كل واحد يروح لحاله، يعني ولا هشوفك في الحقيقه ولا انت هتشوفيني، وان كان عليا انا مش عايز اي حاجه منك، انا كل حاجه عملتها في اخر علاقه كنت فيها، عرفت نفسي كويس قوي في اخر علاقه كنت فيها، ولحد اللحظه دي وبسبب العلاقه دي انا بطور نفسي كل يوم، او بحاول اطور نفسي كل يوم، وانا كمان عشان ما تغطقيش مش هتكلم معاكي في اي حاجه من تفاصيل حياتي القويه، وده اصلا بيحصل كده كده في علاقتنا من وهي صداقه، انت حرفيا عارفه 10% بس من تفاصيل حياتي. حاتم كان بيعمل كده عشان اولا هو مش محتاج منها حاجه، او مش محتاج ان هي تساعده في حاجه. حاتم اولا كان بيقول لها كده عشان هو مش محتاج منها حاجه، او مش محتاج منها اضافه ليه في الحياه، وغير كده هي قايله له ان هي داخله العلاقه شويه تهرج وتتسلى، فاكيد يعني مش هيبقى تقيل عليها وهيقعد بقى يحكي لها ويقول لها وانا فيا ومفيش وحياتي وكل الكلام ده، وهي فعلا كانها مصدقت، وكانت كانها كده من جواها بتقول احسن ما تقرفنيش، احنا حلوين كده. قال لها وبلاش انانيه، انا كمان في اي وقت احب فيه انهي العلاقه هنهيها، انا ما اعرفش حياتي ممكن يحصل فيها ايه، ممكن احب جديد، ممكن يحصل اي حاجه في حياتي، فاكيد مش هوقف حياتي عشان خاطر شيء عابر احنا فيه. قالت له ماشي اتفقنا. في الوقت ده تسنيم اللي هي الاكس بتاعت حاتم عملت جروب على الواتساب وجمعت فيه الخمس بنات دول، وكان معاهم تقريبا 3 بنات تانيين او بنتين، وما كانش فيه سبب واضح يخليها تعمل كده، يعني تقريبا كانت بس بتحاول تعمل دايره معارف جديده. المهم بعد كام يوم رانيا حست ان هي عرضت نفسها بزياده، يعني بعد يومين 3 كده، فقالت تحاول تعمل محاوله تعزز بيها نفسها. وللعلم لحد اللحظه دي ما كانش حصل بين حاتم ورانيا اي كلام بيحصل بين اتنين مرتبطين، ما كانش بيحصل بينهم اي كلام حميمي او اي كلام في علاقه، كله كان كلام عادي وكانت مواضيع عامه. المهم عشان تعزز نفسها قالت لحاتم انا زعلانه قوي من جوايا، عشان انا وانت لو دخلنا في علاقه مش هنكون اصدقاء تاني. قال لها ليه؟ قالت له عشان انا مش بخلي اي علاقه سابقه في حياتي بعد ما انهي العلاقه، اول ما اخلص العلاقه من هنا بنهي الشخص ده وبنهي كل معارفه تقريبا، كاني بمحيه من ذاكرتي. ولما سالها ليه ما كانش عندها سبب مقنع، فحاتم قال لنفسه ممكن عشان هما بيعملوا لها مشاكل وبيقعدوا يطردوها فهي بتعمل كده، خصوصا انها حكت له على اكتر من شخص واكتر من علاقه كانوا بيجوا لها تحت البيت وبيقعدوا يعملوا قلق وبيعملوا الحركات دي كلها، فحاتم قال ممكن عشان المشاكل دي. فرد حاتم عليها كان غير متوقع، قال لها انا الصداقه عندي اهم، فبلاش اصلا ندخل في علاقه، او بلاش نكمل في اللي احنا بدأناه، مش هتفرق، احنا كده كده ما تعمقناش. وفضلت بعديها بكام يوم تحاول تدلع وتعمل حركات المرتبطين، بس حاتم ما كانش بيديها اي وش، كان بيغير الموضوع على طول، لحد ما صارت عليه وزعقت وقالت له هو انت بتمسك نفسك ليه؟ انت ليه كل مره بتكلم فيها معاك بحس ان انت عايز تدي رد فعل بس بتمسك نفسك؟ انا ما بحبش الراجل اللي بيمسك نفسه ابدا، لو سمحت سيب نفسك كده وتعامل معايا عادي. وما قالتش الكلام ده مره وخلاص، يعني هي قالته مره وبعدين حاولت تاني واتنين وحاولت تالت وتلاتة، وبعد كده قالت له لا خلينا في العلاقه زي ما احنا، او خلينا نرجع للعلاقه دي، ومش مهم بقى ادينا بنتسلى شويه وبنستمتع شويه وبنعمل حاجه جديده، ومش مهم علاقه وهتنتهي، حتى مش مهم ان هي تكمل، ومش مهم ان احنا نكون اصدقاء. وهو قال لها ماشي انا ما عنديش اي مشكله اللي انت شايفاه. وحاتم فهم كده تقريبا ان كل محاولاتها دي عشان عايزه تحس ان هي مطلوبه، لان ممكن الشعور اللي يكون بيغذيها هو ان الشخص يطلبها او بيبقى بيجري عليها، هي طالبه الموضوع بطريقه غلط خالص وفي علاقه غلط
غلط جدا وبمبدأ غلط جدا، ولكن هو حلل الموضوع بالشكل ده. يعني هي في الاول لما قالت له ان احنا لو كملنا ارتباط مش هنبقى اصدقاء بعد كده، كانت فاكره ان هو هيقول لها لا انا عاوزك وخلينا كده وخلاص ومش مهم، لكن هي اتفاجئت لما قال لها ان الصداقه عندي اهم. وفي الفتره دي كانت بتتكلم كتير في علم النفس، عشان دي الحاجه اللي حاتم بيحبها، اللي هو يعني انت الجسد مش جايب نتيجه معاك، طيب تعالى نروح للعقل ونقعد شويه عند العقل وبعد كده نطلع منه على الجسد. طبعا حاتم محدش اجبره على حاجه، وكل خطوه بيعملها هو عارف هو بيعمل ايه وبياخد القرار اللي هو عاوزه، ولكن هو بيحكي التفاصيل دي عشان ده هيفيد في الموضوع قدام. وحاتم ما ينكرش ان هي دي الطريقه اللي جابت معاه، دخلت له من اكتر حاجه بيحبها. كان كل يوم بيحصل فيه تجمع اونلاين وفي ناس كتير بتحكي عن مشاكلها وفي ناس كتير بتتكلم وبتتناقش في مواضيع، كان هي وحاتم بعديها بيقعدوا يتكلموا وبيحللوا الشخصيات والكلام اللي بيتقال. وكانت رانيا بتقول له ان انا بعشق الفقره دي، احلى حاجه في يومي هي الفقره اللي بنقعد فيها وبنحلل الناس وبنحلل الكلام. وده برضو بالنسبه لحاتم كان احلى حاجه في الدنيا، لان دي الحاجه اللي هو بيحبها. ورانيا كانت ذكيه جدا، يعني حاتم برغم ان هو بارع في قراءه الناس وفي تحليل الشخصيات، بس كان دايما بيشيد بيها في الموضوع ده. وكانت كمان بتحلل صحابها في الجروب لما بيطلعوا يتكلموا، اللي هو الجروب اللي عملته تسنيم اللي فيه حوالي 8-9 بنات، كانت بتقعد تحللهم لما بيطلعوا يتكلموا، ما عدا تسنيم طبعا. مبدئيا عشان خاطر تسنيم اصلا ما كانتش بتطلع تتكلم كتير، ثانيا عشان هي في مكانه خاصه جدا عند حاتم. وده مش معناه ان الباقي بالنسبه له قليلين، بالعكس هو بيحترم كل الناس دي، ولكنهم ما كانوش اصدقاء مقربين، كان بيعتبرهم زيه زي اي شيء ممكن يحلله، لان هو مش بيهتم بالشخص على قد ما بيهتم بالفكره واللي ما وراء الفكره. يعني لما الشخص ده بيتحلل وكلامه بيتحلل وافكاره بتتحلل، بنوصل لفكره معينه، مش عشان الشخص نفسه، بتبقى معرفه عامه. المهم ان هي كانت كتير بتحللهم، وكانت بتيجي تشرح التحليل ده لحاتم او تتكلم في التحليل ده مع حاتم. وهنقول دلوقتي او هنقول بعد شويه هي كانت بتحلل وتقول ايه تقريبا عن صحابها. بعد كام يوم رانيا بدات تسعى لعلاقه حميمه على التليفون او على الواتساب. طبعا حاتم عارف ان ده شيء غلط وهي عارفه ان ده شيء غلط، بس ده بيحصل بين اي اتنين مرتبطين وكل الناس بتغلط. الكلام ده ما حصلش بينهم كتير، ولكن كان كل مره لازم رانيا هي اللي تطلبه. حاتم ما طلبش الموضوع ولا مره واحده ولا حتى لمح ليه، هي اللي كانت دايما بتبدا. وفي المرات القليله اللي حصل فيها كده قال لها انا عمري ما هبدا ولا مره في الموضوع ده غير لما انت تطلبيه، وعمري ما هقول كلمه انت ما قلتليش عليها، قول لي انت الكلمه دي. يعني حتى مثلا قال لها انا مش هعرض عليكي كلمه واقول لك انا هقولها ولا لا انت الكلمه اللي انت عاوزاها او نوع الكلمات اللي انت عاوزاه انت اللي تقولي انت عاوزه ايه، ووقتها انا هشوف ده يناسبني او لا. الكلام ده حاتم كان بيقوله لها كل مره قبل بدايه اي حاجه، مفيش مره واحده اتفوتت. وبعدين هي قالت له ان هي عندها ميول معينه وبتحب تسمع كلام معين، ولما قالت له على نوع الكلام قال لها بصي انا شفت في حياتي كتير وقابلت ناس كتير بميول مختلفه، ولكن اول مره يعدي عليا زي الميول ده كده بالشكل ده بالظبط. والكلام ما كانش مرعب يعني او ما كانش فيه حاجه، يعني هو مش غريب بالنسبه ان حد يحبه، ولكن هو كان جديد بالنسبه لحاتم، يعني ما حصلش معاه حاجه زي دي قبل كده. المهم قالت له اهو بخليك تجرب حاجات جديده وبديك تجارب جديده في الحياه، وقعدت تضحك شويه وهو قعد يضحك شويه. راح قايل لها طب ما ده ممكن يكون شيء نفسي. قبل ما يبداوا اي حاجه قال لها ما تيجي ندور في طفولتك ونتكلم ونشوف الموضوع شكله ايه او وضعه ايه. اول ما سمعت الكلام ده اتنرفزت واتعصبت وقالت له انت هتعمل لي زي ما البنات بيعملوا. البنات قصدها اللي هو اصدقائها اللي هم في الجروب. وراحت قايله له طب ما كل حاجه بنعملها وكل شخصيتنا دلوقتي اغلبها نابعه من الطفوله، امال احنا مكونين شخصيتنا دي ازاي؟ هو انت هتعمل لي فيها فيلسوف وجاي تقول لي ايه هي المشكله اللي عندي وجاي تحلها لي كمان؟ انا بكل خبراتي دي وبالحاجات اللي انا عارفاها والبلاد والناس اللي انا عرفتها والعلاقات اللي انا دخلتها مش هبقى فاهمه يعني الكلام ده؟ كلام ساذج قوي اللي انت بتقوله ده، وانا ما بحبش حد يقول لي اعمل ايه في حياتي ولا حتى يلفت نظري لاي حاجه. وبعدين نوعيه الكلام دي في العلاقات مجرد تفضيلات، والطب نفسه ما قالش عليها حاجه ولا حتى مصنفها مرض، فانت جاي تتكلم في ايه؟ انت هتعمل لي فيها انت ولينا بتفهموا اكتر من العلم؟ وده عشان لينا كانت بتتناقش في الموضوع قبل كده بشكل عام وقالت ان ده بيعتبر مرض نفسي، ولكن بعدها في حد طلع واثبت ان الموضوع مش مرض نفسي ابدا ومش مصنف ان هو مرض نفسي وهي مجرد تفضيلات. المهم حاتم بالنسبه له دي كانت حاجه جديده في علاقاته، وكانت كل مره بتضيف له كلمه عشان يقولها. وبعد فتره قليله تسنيم الاكس بتاعت حاتم عملت جروب جديد عشان كان في مشكله بتحصل
بيحصل في المحاضرات الاونلاين اللي حاتم بيعملها. في واحد كان بيتعرف على البنات هناك وبيتلاعب بيهم وهم عرفوا ده، فتسنيم عملت جروب على الواتساب جديد وحطت فيه البنات اللي معاها في نفس الجروب اللي هي عاملاه، زائد ان هي زودت حاتم عشان تشوف هيعملوا ايه في الموضوع ده. المهم حلوا الموضوع والموضوع انتهى، ولكن بعد كده فضل الجروب ده مكمل وفي حاتم بعد فترة بدأ يقرب من البنات دي ويعتبرهم اصدقائه، وبعد كمان فترة قليلة قوي بقى الى حد ما بيعتبرهم دايرة قريبة منه. واكيد تسنيم كانت في الجروب اللي هي الاكس بتاعت حاتم لان هي اللي عاملة الجروب ده، ولكن ما كانتش بتتواصل كتير، كان ممكن كل 10 ايام كل 15 يوم تدخل كده تكتب كلمة وتمشي. ولكن كانت متفاعلة معاهم على الجروب اللي هو بينهم، وكانت متفاعلة معاهم على برامج تانية، والكلام ده حاتم ما كانش بيعرفه من تسنيم، كانت رانيا هي اللي بتيجي تقول. المهم رانيا كانت كل يوم تكتب حاجة في الجروب اللي فيه حاتم ده وتقول لهم يا جماعة معلش انا اسفة انا قصدي الجروب بتاع البنات، وتهزر وتضحك، كان نوع يعني من انواع الهزار. او مرة تانية كانت مثلا تبقى بتتكلم وتقول لهم يا جماعة في راجل معانا في الجروب انا مش مرتاحة، لا يا ريت نرجع على الجروب الاولاني، وكانت برضو بتهزر وتضحك كنوع يعني من انواع الكوميديا. ولكن بعد كده كانت بتدخل عند حاتم في الخاص وتقول له هو انت فاكرني بهزر وانا بعمل كده؟ تقول له والله انا بتكلم جد جدا وانا جدا متضررة من الجروب ده، وببقى بقول لهم كده عشان نفسي ياخدوا الهزار ده بجد وفعلا يقفلوا الجروب او حتى يبطلوا يتكلموا عليه ونفضل مكملين في الجروب بتاعنا. انا ما بحبش حد ياخد حاجة مني وانت بقيت بتتكلم معاهم كتير، انا يا سيدي بحب كل حاجة ليا وانا انانية وسميها زي ما تسميها، انا ما بحبش حد يشاركني في حاجة. والكلام ده ما كانش بيتقال بهزار او دلع، الكلام ده كان بيتقال بحدية وبيتعبر عنه بحدية وبجدية. ما كانش بيحصل خناقات كوارث، وطول العلاقة بتاعتهم اللي هي القصيرة جدا دي ما كانش بيحصل اي مشاكل تقريبا بينهم، بس يعني دي نوعية الكلام. وحاتم كان بيقعد يقول لنفسه هي بتهزر دي ولا ايه، مين اللي ياخد مين منها ومين اللي ما ياخدش مين منها، ايش حال ان احنا متفقين من البداية وعلى طلبها ان هي دي العلاقة، والعلاقة اصلا لو كانت بشكل غير كده انا ما كنتش هوافق. المهم الموضوع ده بقى يتكرر بشكل دائم وبقت على طول بتشتكي، لدرجة انها في مرة قالت بانفعال انت والله باللي انت بتعمله ده انت خلتني اكره البنات واقفل منهم، انت سبب كرهي ليهم، انا فعلا بقيت قرفانة منهم ومقفولة منهم. وحاتم كان بيقول لها يا رانيا انا ما عنديش اصدقاء مقربين اشارك معاهم افكاري، وانت اصلا في باقي افكاري بعيد عن علم النفس انت ما بتتناقشيش في حاجة وبتقولي لي انا ماليش في وجع الدماغ ده، انا الدنيا عندي روقان وتسلية وموسيقى. فعلا رانيا كانت تعرف عن حاتم حاجات كتير، بس كانت تعرف الحاجات اليومية اللي بتحصل، حاجة في شغله، حاجة مع اهله، حاجة شخصية حصلت له في التوقيت ده مثلا، وهو كان واثق فيها، لكن تفاصيل هي ما تعرفش حاجة. وهي كانت بتقول له انا مبسوطة بده، وده اصلا احلى حاجة في علاقتنا، ان هي ترفيه وهزار وضحك وكلمتين وخلاص. وفي اخر اسبوعين من العلاقة دي بتاعت حاتم ورانيا بدأت تسنيم تتفاعل اكتر في الجروب، وبقت تتفاعل اكتر في المحاضرات الاونلاين اللي بتحصل، مع انها بقالها فترة كبيرة قوي ما كانتش متواجدة. وهنا رانيا بدأت تتجنن شوية بس ما كانتش بتبين، لحد كده ما جت في يوم قالت له انت ملاحظ ان انا ما بعملش اي حاجة من اللي الناس بيعملوها المرتبطين، واقعد اقول لك الاكس بتاعتك ومش الاكس بتاعتك؟ حاتم وقتها رد كده باستغراب وقال لها انت فعلا ما بتعمليش كده، ولكن في نفسه كان بيقول هو ايه اللي هي بتقوله ده، هي اصلا في بينا العلاقة اللي تستدعي ده؟ ولا اي حد فيهم بيتكلم مع حد في حاجة، ولا هو يعرف هي بتكلم مين ولا بتتعامل مع مين، ولا هي تعرف هو بيتكلم مين وبيتعامل مع مين. فقالت له كده هو انت لسه بتحبها؟ فحاتم رد قال لها تسنيم نهت العلاقة من بدري وخدت القرار بكامل قواها العقلية، وكان قرار نهائي بالنسبة لها، لدرجة ان انا حتى لو رجعت لها دلوقتي هي هتضحك، وحتى لو هي جت تقول لي بحبك انا هعمل كده. وده كان تعبير عشان يوصف بيه ان الموضوع خلاص ما بقاش موجود، وان فعلا الاتنين واخدين القرار بشكل عقلاني ومنطقي. ورايح مكمل الكلام وقال لها بس انا حرفيا معرفش بكره جايب ايه، انا عن نفسي لو حصل جديد في حياتي وحياتي بقت احسن انا اول حاجه هجري عليها تسنيم، وقتها بقى اشوف الوضع بقى هناك موجود عامل ازاي. انا ما قابلتش حد في حياتي زيها وما حبيتش حد زيها. في التوقيت ده رانيا بدات تقول للحاتم ان هي عايزه تشوفه وتقابله، وبقت كل يوم تزن على الموضوع ده بشده، ولو مش هتزن بشكل مباشر كانت بتقعد تلمح من تحت لتحت. وهو كان بيقول لها احنا اتفقنا ان احنا ما نشوفش بعض وحدودنا مع بعض هي التليفون، لكن هي كانت متضايقه جدا وكانت عايزه تشوفه ويحصل بينهم علاقه حميمه، لكن هو رفض الموضوع نهائي. المهم ان علاقه حاتم ورانيا ما كملتش شهرين 3، وبعدين راحت بعتله رساله قالت له انا عايزه انهي العلاقه دي، راح ردد عليها برساله قال لها ماشي اتمنى لك كل خير. وما كانش فيه اي مشاكل ممكن تكون حصلت بينهم في الفتره دي، كانت يوميا بتشعر فيه وتقول له انت اجمل راجل في حياتي، انت احلى راجل في حياتي، انت احسن انسان قابلته، محترم، ما بيقولش كلمه غلط، ما بيعديش حدوده، ما بيعملش اي حاجه تضايق، انا عمر ما حد ريحني بالشكل ده قبل كده.
كده. فمشيت رانيا، خرجت من التجمع الاونلاين اللي بيحصل كل يومين اللي بيبقى فيه 200 300 واحد، وخرجت من الجروب اللي هو بتاع الواتساب اللي فيه حاتم، وخرجت تاني من جروب كبير تبع الجمعية فيه اشخاص كتير برضو خرجت منه، وشالت حاتم من كل البرامج اللي عندها، واختفت رانيا بشكل نهائي. ولا حاتم رجع كلمها تاني ولا هي رجعت كلمته تاني. وبعد حوالي شهر وكام يوم بعد ما الدنيا كانت ماشية طبيعي جدا، حاتم بيعمل نفس اللي بيعمله، بيروح شغله، بيعمل التجمعات دي، كل حاجة زي ما هي، بيتكلم في الجروب مع نفس البنات، وكل حاجة زي ما هي، ما حصلش اي تغيير. كل اللي حصل ان كان في حد اسمه رانيا دخل، وبعدين حد اسمه رانيا خرج. وحاتم كان فخور بنفسه قوي ان هو ما عملهاش اي حاجة تأذيها، وان هو كان تجربة مش زي التجارب اللي هي مرت بيها في حياتها اللي كانت بتحكي له عنها، وان هو ساب لها امل في الحياة ان في ناس كويسة، وانها تقدر تدخل علاقة كويسة او تقدر تعرف حد كويس. وبعد ما العلاقة دي انتهت بالشهر وكام يوم، كان حاتم في يوم من الايام فاتح التجمع الاونلاين، فتقريبا قال في وسط الكلام كلمة عادية جدا لتسنيم، فتسنيم دخلت له في الخاص وقالت له انت ليه بتقول الكلمة دي؟ انا اتضايقت. فحاتم ضحك، هو ما قالش اي حاجة حرفيا ممكن اي حد يتضايق عليها، ابدا ابدا ما قالش اي حاجة، هو ضحك. قال انت بتهزري؟ قالت له لا ما بهزرش. قعد يقول لها تسنيم انت بتتكلمي بجد؟ قالت له اه بتكلم بجد، انت زعلتني، الكلمة دي مش حلوة. المهم قفل كل حاجة وراح اتصل بيها فيديو كول. حاتم كان عنده اي حاجة في الدنيا تحصل الا زعل تسنيم، ممكن يقلب له حياته ويقلب له يومه ويقلب له كل حاجة، يخليه قاعد مش شايف اي حاجة، ولا بياكل ولا بيشرب ولا بينام، كله عنده الا زعلها. المهم كلمها، وبعدين قعد يتكلم معاها شوية وقال لها يا بنتي انا كنت بهزر مفيش حاجة. راحت هي ضحكة والموضوع ما كانش فيه اي حاجة واتصالحت. المهم هو بيكلمها فيديو كول، حس من شكلها واسلوبها والطريقة اللي هي بتتكلم بيها بحب فظيع منها تجاهه، حب ما شافوش في البدايات، لدرجة ان هو بقى مستغرب جدا، بقى سرحان زي ما يكون حد شاف حد بيحبه قوي لاول مره وكان متنح. حركات الحب اللي هي النظرات، اللعب في الشعر، الاسلوب الحلو، الكلام ده كله، حتى ما بقاش مصدق. قال ايه ده؟ هي معقول ممكن تكون عايزه ترجع تاني؟ ده انا كده هبقى اسعد واحد في الدنيا، ده انا من الوقت ده هعمل كل حاجه في الدنيا عشانها. طبعا ده كله كلام عمال يقوله جوه نفسه. وبعدين تسنيم قالت له انت عامل ايه الفتره دي؟ دخلت اي علاقه؟ ارتبطت؟ اتسليت؟ عملت؟ وفي ظرف 3 ثواني حاتم رد عليها وقال لها بصي انا هقول لك حاجه بس ما تقوليش لاي حد. حصل مع رانيا ودخلنا علاقه عابره، بس ما تقولش لاي حد عشان البنت مستأمناني وقايلالي ان انا ما اقولش لاي حد في الدنيا ان احنا دخلنا العلاقه دي. ولكن يا تسنيم انا ما بعرفش اكذب عليكي وما اقدرش اكذب عليكي. وده فعلا اللي كان في علاقه حاتم وتسنيم من اول يوم عرفوا بعض فيه. حاتم ما بيكذبش على تسنيم في ولا اي حاجه، سواء وهم كانوا مرتبطين او هم كانوا اصدقاء. الشخص الوحيد في حياته اللي كان شفاف قدامه لدرجه ان الكذبه ما يقدرش يطلعها من بقه ويقولها لها. فراحت بضحك كده وابتسامه خفيفه قالت له ما لقيتش غير صاحبتي بس عادي. قال لها صاحبتك ايه؟ يعني اصلا وقت ما عملنا كده انت كنت تعرفيها مجرد اسم بس. والموضوع خلص بضحك والاتنين قفلوا والموضوع انتهى. بعديها بيوم قعدت تهزر معاه شويه وتساله شويه اسئله، كل شويه تساله اسئله وهو كان بيرد عليها عادي جدا. وبعدين قالت له هو انت بقى مش هتفتح تجمع اونلاين؟ انت عارف مين اللي عمال يسالني انت ما بتفتحش؟ اهلي في البيت عمالين يسالوني ليه انت ما بتفتحش، انت وحشهم. فحاتم طبعا فرح قوي، انا وحشهم تمام يعني انا هفتح قريب. قال لها يومين بس كده وهفتح. وفي الفتره دي كله كان متفاعل على الجروب اللي هو فيه حاتم والكام بنت. طبعا رانيا خلاص طلعت، ولكن كله كان متفاعل على الجروب وكلهم كانوا بيهزروا كل يوم وبيتكلموا مع بعض بكل حب وبيسألوا على بعض، لدرجة ان حاتم كان نفسيا تعبان شوية. كانوا البنات بيدخلوا له بشكل شخصي وده ما بيحصلش، وكانوا بيتكلموا معاه ويقولوا له مالك، نتمنى ان انت تبقى كويس، وهو كان ممتن قوي للشيء ده. وبعدها بكام يوم حاتم فتح موضوع للنقاش وكلهم كانوا متجمعين وكانوا متفاعلين مع التجمع ده ومع المحاضرة دي. واليوم ده كان مختلف جدا، كان ال5 بنات دول عمالين يبعتوا دعوات لكل الناس الحقوقية اللي في ولايات تانية او حتى في بلدان تانية. والتجمع كان عدده كبير قوي عكس كل مرة، وكان في ناس كتير قوي وهم عمالين يدعوهم كلهم. وكان النقاش حماسي جدا وكانوا بيتناقشوا في مواضيع مختلفة زي ما هم متعودين. وبعد ما الناس كلها اتجمعت وكلهم عمالين يهزروا ويضحكوا، فتحت لينا المايك بتاعها، لينا اللي هي من ال5 بنات، وقالت يا جماعة أنا بنسحب من المبادرة دي أنا وكل البنات اللي معايا. وكان في أزيد كمان من ال5 بنات، لأن الجروب فيه 2 3 كمان بس احنا ما ذكرناهمش عشان دورهم مش تفاعلي قوي. المهم فقالت اللي يحبني يخرج هو كمان من المبادرة دي، لأن حاتم واخد الموضوع عشان يكسب من وراه فلوس، مش واخده كموضوع إنساني أو حقوقي. وقتها كل الناس استغربت عشان كل الناس عارفة إن لينا دي المفروض صديقة حاتم. حتى في بنت ساعتها
ساعتها غريبة فتحت المايك وقالت لها فلوس ايه؟ الموضوع اصلا مش ربحي. قالت لها لا، الارباح بتجيله من ورا الموضوع ولكن بشكل غير مباشر. وبعد كده باقي البنات اللي هم اصدقاء حاتم فتحوا المايكات او حتى كتبوا كلام وبيدعموها في كلامها وبيقولوا ايوه هي صح واحنا كلنا عارفين ده. واحدة تانية غريبة قالت لها انت كده ممكن تكوني بتتهميه بشيء هو ما بيعملوش، اتأكدي الاول. وهو حتى موضوع ربحي ده مش اتهام، لكن هي لينا وهي بتتكلم كانت بتقول ان هو الهدف بتاعه او هو بيقول كلام منافق عشان خاطر بس الموضوع يبقى ربحي. لكن طبيعي ان ممكن الموضوع يبقى ربحي. هو ما كانش ربحي، بس هو طبيعي ان الموضوع يبقى ربحي عند الكل، يعني حتى كلهم كانوا مقتنعين بكده. ولكن كان الموضوع ان هي بتقول ان حاتم بينافق في آرائه، ان كل دي نفاق او كل ده نفاق. المهم اللي قالت لها انت ممكن تكوني بتتهميه بحاجه مش فيه دي، راحت لينا رد عليها وقالت لها مش مهم، هيكون راجل في وسط اي راجل واتظلم. وبعدين لينا راحت قالت اصل هو عايز يغير النشاط بتاع الجمعيه ده ويعمله بنشاط تاني عكسي منافق عشان خاطر يكسب منه. في واحده قالت لها ممكن يكون بيعمل كده عشان سلامته الشخصيه، لان مواضيعه كلها بتتصادم مع ناس معينه في المجتمعات اللي حواليه، فممكن عشان امانه يكون عايز يعمل كده، فما فيش مشكله. راحت قالت لها لا، الموضوع غير كده خالص، هو عمل حاجات مع بنات واستغلهم، وهبقى اقول لك التفاصيل بشكل شخصي عشان البنات دي ما ينفعش يكونوا في الصوره. كل ده ما كانش فارق قوي مع حاتم، ولكن كانت الصدمه الكبرى ان تسنيم كان معاها تحكم في المحاضره اللي بتحصل دي، وبقى اي حد يقول كلمه كويسه على حاتم تسنيم تقفل له المايك بتاعه او تطلعه بره المحاضره خالص. فالناس كلها في وسط الكلام اللي بيتقال ده، يعني ايه 8 9 بنات في نفس الوقت بيقولوا ان حاتم بيعمل كده معنى الكلام ان في اجماع وان حاتم عمل مع البنات دي شيء غير اخلاقي. حاتم في نفس اللحظه دي كان متثبت ومصدوم من اللي بيحصل. يعني ايه ناس كان بيعتبرهم اقرب اصدقائه ولحد من نص ساعه كانوا عمالين يضحكوا ويتكلموا معاه، وفجاه بقوا خاينين بالشكل ده وبيقولوا كلام هو اصلا مش فاهمه. ده غير ان هم كانوا عاملين خطه ممنهجه عشان يحصل له ثبات، وهو ما حصلوش ثبات بسبب الخطه دي، هو حصل له ثبات من حاجه تانية خالص هيقولها قدام. ولكن هم كانوا عاملين خطه ممنهجه. يعني في نفس اللحظه اللي ال8 9 بنات دول كانوا بيعملوا كده في التجمع الاونلاين او في المحاضره الاونلاين، ال8 9 بنات دول كانوا بيبعتوا له رسائل على الواتساب بشكل شخصي عشان يربكوه. والرسائل دي كان على الجروب بتاع الواتساب اللي هو فيه كان كلام كله سخريه وكلام كله مهين، كلام بتاع تلقيحات شوارع، وبما فيهم رانيا اللي هي طلعت من الجروب اصلا من شهر، رجعوا دخلوها تاني واشتركت معاهم في الموضوع ده. وفي نفس اللحظه برضو كان في 4 أو 5 بنات هو ما يعرفهمش غير بشكل سطحي بيبعتوا له برضو كلام مهين وبيقولوا له انت انكشفت خلاص واصدقائك هم اللي كشفوك. ده غير ان في بنت هو ما يعرفهاش اصلا وقتها فتحت المايك في المحاضره وهي شغاله وقالت كلام غريب، قالت ايوه انا كنت بتناقش في موضوع عام، وهو عينيه لمعت كده وهو بيبص لي لان حاتم كان فاتح الكاميرا وقتها. فاصلا كلامها ده لان كل الناس الى حد ما فاهمه حاتم وعارفه حاتم مين بقاله 3 سنين، ولكن هم قالوا يعني ايه البنت اصلا كلامها مش واضح. والبنت هنا اتلبكت ومعرفتش تقول لان هي بتقول اصلا كلام مش منطقي ابدا. هي مجرد لقت شخص معروف وشخص حقوقي وشخص الناس كلها بتحترمه، فكطبع من طباع البشر قالت يلا اروح معاهم في اللي هم بيعملوه. المهم بعد ما الناس ما فهمتش هي بتقول ايه، راحت لينا هي اللي اتكلمت. لينا اللي هي بنت من الخمسه قالت وشرحت للناس، قالت لهم يعني قصدها يا بنات ان هو عينه لمعت زي اي راجل شايف حد فريسه، فيعني بما معناها عايز يعمل معاها علاقه. لحد قبل اللحظه دي قبل ما لينا تتكلم حاتم كان فاكر ان بعد ما البنت دي قالت الكلام الغريب ده ان هيكون في شرف، وان حتى حد من البنات اللي هي لينا او البنات دي هيقول الكلام الشريف اللي هو يمليه عليه ضميره، ويقوم قايل مثلا الموضوع ملوش اي علاقه بكده او الموضوع ده حاجه تانية او مختلف عن كده. لان حاتم لو جمع حاجه في دماغه فهو جمع سيناريو واحد بس، ما جمعش اي سيناريو تاني في الحياه. جمع ان هو لما كان بيتكلم مع تسنيم من 2 3 وقال لها ان هو دخل في علاقه عابره مع رانيا، فتسنيم غارت مثلا، مع ان ده يعني ما كانش المفروض يبقى منطقي ان حد يعمل كده وان حد يغير على حد اصلا هو مش معاه في علاقه، ولكن هو قال يمكن غارت. فراحت بقى وقتها وقعدت تتكلم مع البنات وقالت لهم ازاي يعمل كده ومش ازاي يعمل كده والكلام ده، وانا كنت فاكره بس ان هو هيتشجع شويه ويرجع لي. فهو قال احتمال ده هو يكون السيناريو او 100% هو ده السيناريو. وراحت تسنيم بقى كمان مكلمه رانيا وقالت لها انت ازاي تبقي قاعده معانا وازاي كنت في علاقه مع حاتم والكلام ده، فعملت المشكله الكبيره دي. فبعد كده قالوا لهم خلاص يا بنات احنا بنات في بعض وهو في النهايه راجل، فتعالوا ننتقم منه، فتعالي يا رانيا وتعالي يا تسنيم وتعالي كلنا نعمل الحركه اللي احنا عملناها دي. ده السيناريو الوحيد اللي جه
في دماغ حاتم اصلا، وعشان كده ما كانش بيتكلم، لان هو هيتكلم يهاجم مين؟ هو لو هاجم حد هيبقى بيهاجم تسنيم اللي كان لسه بيتكلم معاه من يومين 3، وده الشخص الوحيد اللي ما يقدرش يهاجمه او ما يقدرش يعمل له اي حاجه او ما يقدرش حتى يتكلم عليه كلمه وحشه. المهم نرجع الحته اللي احنا وقفنا ليها، وان هي لينا دعمت البنت الغريبه دي ان حاتم بيستغل البنات، وان هو كان فعلا ممكن يكون باصص لها بصه ان شخص عينه بتلمع وعايز يعمل معاها علاقه. لينا عملت ده قدام مجموعه كبيره قوي من الناس بما فيهم اهل حاتم واصحابه اللي لينا وكلهم عارفين ان هم بيحضروا التجمع ده بشكل رسمي، يعني موضوع خالي من الانسانيه. عارفه ان في ناس كبار في السن ومتواجدين ورمت ابنهم بالباطل، وهي كانت عارفه وكل الناس عارفه ان هم متواجدين باستمرار. الناس كلها ما بقتش شايفه غير شيء واحد، ناشط حقوقي بقاله 3 سنين قاعد بيستغل البنات عشان يعمل معاهم علاقات غير شرعيه، وكل البنات دي فجاه عرفوا من بعض واتفقوا عليه وعملوا اللي هم عملوه. سيناريو ما يتشافش غير بالشكل ده. حاتم بقى في وسط كل الموقف ده وهو في ذهول، ولكن برغم انحطاط الموقف كله هو ما كانش في ذهول من كل اللي بيحصل ده. الموقف ده كله ما كانش كبير بالنسبه له لدرجه كبيره، هو كبير بالنسبه لاي حد وممكن يكسر اي حد، ولكن حاتم عنده الحاجه التانية اللي كسرته اكتر من كده بكتير. اكتر حاجه كانت صدماه وما كانتش مخليه عارف ينطق هي تسنيم اللي هي اكتر شخص وثق فيها في حياته واكتر شخص عارف عنه ولمسه، كانت شريكه في ده، كانت بتدعم ده، وكانت بتبعت رسائل مع البنات ومع الناس اللي بتبعت، وكانت بتشيل الناس اللي بتقول على حاتم كلمه حلوه. والحاجه التانية اللي كانت شغلاه بس بنسبه قليله اقل بكتير من صدمته في تسنيم هي احساسه بالذنب تجاه رانيا، ان البنت دخلت معاه في علاقه صغيره وعابره وهو راح قال لتسنيم، وتسنيم راحت قالت لاصحابهم ولكل الناس وعملت لها مشكله قدامهم وخلت شكلها وحش. والموضوع ما انتهاش لحد كده، احنا في نفس اللحظة اللي ده كله بيحصل فيها في 15 دقايق والرسائل بتتبعت من الناس والكلام ده بيتقال، كل ده في نفس اللحظة، احنا ما خرجناش بره. في نفس اللحظة دي البنات برضو قالوا الكلام ده في الجروب الكبير بتاع الجمعية، قالوا الكلمتين نفس اللي هم قالوه وبعدين خرجوا من الجروب. وعلى الجروب بتاع الواتساب كانت الرسائل اللي بتتبعت بشكل شخصي من ال8 بنات دول كانت تسنيم وكانت رانيا. وحاتم في الموقف الدنيء ده وهو بيحصل وهو شايف خيانة الناس دي ما كانش تقريبا بيقرأ اي رسالة من اللي بتيجي، كان كلها كده مقتطفات من كلام عمال يبقى قدامه والباقي ما كانش بيقراه، كان بيجيب اي حد وبيحطه في الارشيف، ما كانش بيقرا ولا رسالة. هيقرا ايه ويتكلم مع مين؟ من وجهة نظره هيقرا ايه ويتكلم مع مين؟ مين اللي ممكن يجي يعمل في حد الموقف الدنيء ده ويحطه في الحتة دي والشخص ده اصلا مش فاهم اي حاجة، وبعدين هو يعتبر ان دول بني ادمين ويتكلم معاهم ويتناقش معاهم؟ المهم في الرسائل دي لقى رانيا بعتها له كده جملة في الاخر كده تهديد، انت لو فكرت تتكلم او فكرت تعمل حاجة انا هأذيك او حاجة شبه كده. يعني في نفس اللحظة عشان نختصر الموضوع ده كله، جروب فيه 8 بنات عمالين يبعتوا ورا بعض ويسخروا من حاتم ويقولوا له كلام مهين. رانيا وتسنيم بشكل شخصي باعتين كلام كتير جدا هو تقريبا ما لمحش غير اخر كلمة. ده غير الجروب بتاع الجمعية اللي عليه ناس كتير قوي اللي نفس البنات اللي هم ال8 دخلوا اتكلموا عليه، زائد الناس اصلا اللي في الجروب ده، غير ان في مجموعة بنات حاتم ما كانش يعرفهم خالص ولا عمره شافهم، عملوا جروب خاص الهدف منه فضيحة وكشف حاتم، وبقوا عمالين يجمعوا الناس ويدخلوهم جوه الجروب ده غير عشرات الرجالة وعشرات البنات عمالين يبعتوا لحاتم بشكل شخصي عشان يفهموا فيه ايه. كل ده بيحصل في نفس اللحظة. حاتم كان شايف ان رد الفعل ده كله لمجرد ان هو كان مرتبط وحبيبته القديمة غارت، ان هو رد فعل غريب وانه شيء غير اخلاقي خلاه قرفان اصلا منهم، وخلص الموضوع. وحاتم من كتر ما هو عمال يبص على الرسائل خرج خالص والتجمع اتقفل. وبعديها هم عملوا تجمع تاني عند بنت من ال5 اسمها ايات وقعدوا يكملوا كلامهم. وحتى حاتم ما كانش عارف حاجة من التجمع ده غير لما أهله هم اللي سجلوه وبعتوه له وقالوا له كان في تجمع عليك من صحابك تاني بعد اللي حصل عندك، عملوه واتكلموا عليك. ولمدة 4 أيام حاتم ولا بياكل ولا بينام ولا بيروح شغله ولا بيعمل اي حاجة، وكل ده بسبب صدمته في تسنيم، مش الموقف. الخذلان لما بيجي من اكتر حد انت ممكن تكون واثق فيه. وطول الفترة دي لينا اللي هي بنت من 5، اللي هي البنت اللي دعمت البنت الغريبة في ان حاتم انسان
كان بيستغل البنات ما كانتش ساكته، تدخل عند شخص تقول له انت محترم، وانا عشان انت محترم بقول لك ما تتعاملش مع حاتم، لان احنا اتاكدنا ان حاتم ده شخص وحش وكذا وكذا وكذا. وتروح لشخص تاني تقول له احنا اتاكدنا ان حاتم وحش، وعلى فكره كان بيتكلم عليك وبيقول كذا وكذا وكذا. وعملت كده مع ناس كتير قوي، كانت بتحاول تجند اكتر ناس تقدر عليهم عشان يكونوا في صفها، وعشان المفروض ان هم يوقعوا حاتم. وهي مش فاهمه من جواها ان هي وان اي حد يصدق سيناريو لمجرد ان هو سمع من طرف واحد ان هم مش فارقين مع حاتم كلهم. وفي خلال ال4 ايام دي عشرات الاشخاص برضه عمالين يبعتوا لحاتم باستمرار عشان يسالوه هو في ايه، وعشرات منهم بيكلموا ويقول له كلام مهين وبعدين يعمل له بلوك. وكان فيهم ناس اصدقاء شخصيين ليه هو والتسنيم وبس، يعني كمان الكلام جاي بس عن طريق تسنيم، مش بس من عن طريق الناس التانية. وكان رده على الناس اللي بتسأل على الموضوع، اللي هم مش بيبعتوا اهانات، اللي بتسأل بس، كان رده عليهم ان الموضوع شخصي جدا وانا مش هتكلم في حاجة شخصية، لان هو كل اللي فهمه في خلال ال4 ايام دول ان تسنيم هي اللي عملت ده كله، فيتكلم في ايه؟ هيروح يقول تسنيم غارت عليا فراحت اتفقت مع البنات فعملوا كده، فقال ان الموضوع شخصي. حاتم كان ممكن يعمل، حاتم في الوقت ده كان ممكن يعمل اي حاجة في الدنيا بس ما يتكلمش كلمة واحدة على تسنيم. بعد ما خلصوا ال4 ايام حاتم جاله رسالة على الايميل بتاعه ان في حد بيحاول يدخل على حساب من حساباته، وهو ما كانش حساب بمعنى حساب، كان حساب معين ضامن كل الحسابات. فلقى ان في حد دخل عليه وحذف كل الحسابات دي من عليه، ولما بص يشوف اللوكيشن فين لقى ان هي تسنيم اللي عملت كده، نفس اللوكيشن بتاعها، ده غير ان هي اصلا اللي كانت عاملاه في البدايه، فكان الباسورد معاه. فراح بعت لها رساله، كان دايما بيتصرف ويبعت رساله لانها كانت عامله بلوكات من كل حته، بعت لها رساله وقال لها يا ستي احذف لك كل حياتي لو عاوزه، انت كمان بتعملي كده. وبعدين راح قال لها بقول لك ايه، انا هتصل بيكي ردي عليا وواجهيني، قولي لي ليه عملتي كده، انا عندي تساؤلات كتير، ليه ممكن حد يعمل كده؟ وفعلا اتصلت بتسنيم، وما كانتش مكالمه عاديه، كانت مكالمه هي بتزعق فيها وبتلومه، ما كانتش مكالمه فيها نقاش. ودي تقريبا المكالمه الوحيده من اول ما عرفوا بعض اللي كانت بالشكل ده. وكان صوتها عالي وبتقول له انت بجح، انت كمان بتقول لي انت ليه عملتي كده؟ قال لها ايوه انت ليه عملتي كده، انا مش فاهم. قالت له ما انا بعت لك رساله فيها كل حاجه. قال لها ما قريتش رساله كل حاجه. قال لها رساله ايه اللي اقراها في وسط كل اللي بيحصل ده بدون اي سبب، وانتوا لسه قبليها بنص ساعه بتضحكوا معايا وبتقولوا كلام حلو معايا، وبعديها بنص ساعه الموقف الدنيء ده كله يحصل، رسائل ايه اللي ممكن اقراها؟ المهم ان تسنيم وهي بتزعق كانت عماله تقول له انت عملت كذا وكذا وكذا وكلام كتير ورا بعض، وحاتم حتى ما كانش عارف يدافع عن نفسه. وهنا كانت الصدمه الكبرى لحاتم، الموضوع كان مختلف عن اللي هو فاكره نهائي، الموضوع موضوع تاني خالص، الموضوع سيناريو هو عمره ما توقعه ولا حتى جه في باله، ابعد حاجه ممكن كانت تيجي في باله. اللي حصل ان رانيا اللي هي كانت في علاقه مع حاتم عابره، اللي هي اللي احنا حكينا عنها دي، اتصلت بالثمان بنات اتصال في الجروب، والثمانيه اتكلموا، وقعدت تعيط ومنهاره وبتقول لهم انا مش عارفه احكي لكم من كتر البشاعه اللي انا اتعرضت لها، وهم يهدوا فيها ويقولوا لها بس ما تعيطيش قولي لنا ايه اللي حصل. طلعت بقى رانيا قالت لهم ايه؟ رقم 1 قالت لهم حاتم وهو لسه مرتبط بتسنيم كان بيعاكسني وبيبعت لي رسائل غزل على صوري في الستوري، والحقيقه ان حاتم عمره ما اتكلم معاها غير بعد نهايه علاقته بتسنيم بشهرين. اصلا حاتم عمره ما خان تسنيم بنظره، ده غير ان رانيا في علاقتهم العابره دي كانت دايما بتساله هو انت عمرك ما كنت معجب بيا وانت لسه مرتبط بتسنيم؟ كان بيقول لها ما تزعليش مني، انا عمري اصلا ما فكرت افتح صورتك. قال لها رقم 1 عشان انا مش مهتم ابدا اعمل ده، ومش مهتم ابدا افتح صورتك او افتح صورة اي حد. ثانيا اللي انا مرتبط وبحترم البنت اللي انا مرتبط بيها، فمعنى ان انا افتح صورتك بغرض اعجاب زي ما انت بتقولي دي بالنسبة لي خيانة، فانا حتى ما جاليش الفضول ان انا ادوس على صورتك واعرف شكلك ايه. وقال لها انا بصراحة ودي حاجة المفروض تفرحك، لان حاتم كان فاكر ان هي عقليتها كبيرة زي ما هي كانت بتدعي. قال لها انا من ذوقي انا ومن التايب بتاعي انا عمري ما شفتك حلوه، يعني حتى واحنا في بدايه صداقتنا لما بدات بقى افتح صورك واشوفك انا ما شفتكيش حلوه اصلا، ولكن لما اتكلمنا لقيت عقليتك كويسه، وده اصلا اللي شدني ليكي او ده اللي خلاني اتكلم معاكي. وده كلام حاتم قاله لرانيا فوق ال4-5 مرات في خلال علاقتهم الصغيره، لان هي سالته السؤال ده اكتر من مره، وكل مره كان بيقول لها نفس الكلام، انا ما كنتش اعرف شكلك ولا عمري فتحت صورك. رقم 2 من اللي رانيا قالته، لمحت لتسنيم ان حاتم اتكلم معاها في علاقته الحميمه بتسنيم، وانه كان بيحكي لها تفاصيل، ولكن دي قلشت منها ومن الحاجات اللي شككت تسنيم شويه فيها، لان حاتم وتسنيم عمرهم اصلا ما عملوا مع بعض اي نوع من انواع العلاقات دي.
سواء في التليفون او غير التليفون. ده غير انها كانت بتستغل اي كلمة بتطلع من تسنيم، عشان تسنيم طبعا كانت في حالة غضب من الكلام ده، فكانت بتستغل اي كلمة بتطلع من تسنيم وتقول لها ده حاتم قايل لي عكسها، كلام في العموم مش كلام عن تسنيم، وهي اصلا في اغلب الكلام بتكون اول مرة تعرف المعلومة. ممكن يكون في فعلا معلومات حقيقية حاتم قايل عكسها، او حاتم اصلا مش قايلها وما ذكرهاش، بس لكن عشان علاقتهم ما كانش ليها اي داعي، كانت علاقة جاية شوية وماشية، يعني كان مجرد شخص داخل يلعب شوية وماشي تاني، وحاتم مكمل في حياته، ورانيا نفسها عارفة الكلام ده. رقم 3، قالت لتسنيم ان حاتم كان بيشتمك، وده عمره ما حصل نهائي. حاتم ما كانش بيجيب سيرة تسنيم غير بكل حب وعظمة وتبجيل، عشان هو فعلا كان شايفها بالشكل ده. حاتم عمره ما جاب اي سيرة عن تسنيم في خلال علاقتهم اللي لمدة 2 او حتى في خلال صداقتهم اللي كانت داخلة على سنة، او حتى عن حياة تسنيم الشخصية. مفيش كلمة واحدة طلعت عن حياة تسنيم الشخصية. تسنيم سيرتها لما كانت بتيجي قدام حاتم كان بيقول فيها شعر وبعدين بيقفل الكلام. ده غير ان رانيا راحت قالت لتسنيم ده حاتم بيقول ان هو اللي سابك مش انتي اللي سبتيه، وده برضو كلام يبدو كذب لتسنيم. يعني حاتم كان قايل للناس كلها ان تسنيم هي اللي نهت العلاقة دي، وحتى قايل لأصدقاء قريبة في الجروب ده على الموضوع، ثم ان حاتم ده اخر موضوع كان ممكن يفرق معاه في الحياة، مين سايب مين او مين مش سايب مين. رقم 4، قالت ان حاتم قال ان هو عمره ما يحس بالانجذاب اللي هو الحميمي تجاه اي بنت مش مصرية، واستغلت في الحتة دي ان تسنيم ما كانتش مصرية. وده فعلا كان نقاش عام بين حاتم ورانيا وكان مقتطف من سياقه. والحاجة الأهم إن حاتم عمره ما عمل علاقة حميمة مع بنت غير مصرية، وتسنيم نفسها عارفة الموضوع ده، فمنين هيقدر يحكم على حاجة زي دي؟ الحاجة الخامسة اللي رانيا قالتها إن حاتم وهو مع تسنيم كان لسه بيحب البنت اللي قبلها وبيفكر فيها، وده كمان نقاش حصل وما كانش كامل وما تقالش فيه الكلام ده أبدا، كله كان كذب. ده كان نقاش كانوا بيقولوا إيه هي أكتر فترة كان حاتم فيها سعيد، فقال لها في فترة معينة من الشهر كذا للشهر كذا أو السنة دي، فقالت له إيه اللي كان فيها، هل كنت مرتبط، كان مين صحابك، كان كذا كان كذا، فقعد يحكي لها. قالت له خلاص يبقى هو عشان البنت. قال لها البنت دي ما بفكرش فيها نهائي ونسيتها من قبل مرتبط بتسنيم بكتير، وانا لو حبيت حد في حياتي فانا ما حبيتش حد زي ما حبيت تسنيم، فلو فترة السعادة الكاملة دي كانت موجودة عشان خاطر بنت فهي اولى كانت تبقى موجودة عشان خاطر تسنيم. وحتى النقاش ده اخد كام يوم، وقعدت تقول له طب تعالى نفكر نشوف ايه الحاجات اللي كانت موجودة في الوقت ده انت مش واخد بالك منها كانت مخلياك سعيد، وكان حوار كده يعني كله هزار وضحك. رقم 6 من الحاجات اللي قالتها رانيا ان حاتم كان بيحكي علاقاته الحميمة بالتفصيل مع البنات اللي كان مرتبط بيهم، وده عمره ما حصل. يمكن في مرة حكى لها موقف كوميدي وهو صغير كده عابر بدون اي ذكر اسم او بدون اي حاجة، وما خدش نص دقيقة، وكان في المطلق عشان شيء معين، وهي كمان كانت بتحكي حاجات كتير قوي. رقم 7، رانيا قالت لهم ان حاتم كان سادي، وطبعا قصدها في العلاقة الحميمة، وده احنا اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا ان اللي عنده الحالة بالعكس تماما كانت هي رانيا، وبتقول ان هي في كل مرة هو بيجي يقول لها يلا عشان نعمل العلاقة دي وعشان اقول الكلام ده، وهي كانت بتعيط وبتقول له لا يا حاتم والنبي بلاش نعمل كده، انا مش عايزة اعمل حاجة زي دي، وهو اللي كان بيجبرها في التليفون ويخليها تعمل كده، مع ان زي ما قلنا حاتم ولا مرة واحدة بس راح قال لها انا عاوز العلاقة. وممكن ده اصلا اللي عمل لها الخلل ده، او من الحاجات اللي عامله لها الخلل ده، ان هي ما طلبتش ولا مرة. وحاتم اصلا كان بيشوف الكلام اللي هي عاوزاه غريب شوية بالنسبة له، مش غريب في المطلق يعني، هو مش حاجة مرعبة والناس كتير ميولها مختلفة، بس كان بالنسبة له هو غريب. رقم 8 تقريبا صرحت بميول معين عند حاتم، وده كانت تسنيم بتحاول توصله له وهي بتزعق وبتقول له انت كذا وكذا. تسنيم ما كانتش بتحكي، تسنيم كانت بتقول له انت كذا وكذا، كانت بتتهمه، فكان في نوع ميول معين وهو ما قدرش يفهم منها ده ايه اصلا، ولكن غالبا هي يعني اتهيأ لها ان الموضوع ده كله كذب فسكتت وما كملتش كلام، لان حاتم كان واضح عليه فعلا ان هو مش فاهم هي بتقول ايه. رقم 9 من الحاجات اللي رانيا قالتها، وده كان شوية برغم ان الموضوع ابدا ما كانش يستدعي ضحك، ولكن بسببه حاتم ضحك في المكالمة، وهو ان حاتم كان بيسيب المناقشات اونلاين عشان يروح لرانيا ويجبرها انها تعمل العلاقة ويمارس العادة ويرجع. وده بصراحة كانت حاجة تضحك بالنسبة لحاتم، لان هي حاجة لا تصدق. مين هيكون في نقاش معين ويروح يعمل حاجة زي دي؟ ومين اصلا ممكن الاشخاص اللي يكونوا صدقوا حاجة زي دي او اقتنعوا بيها؟ وازاي قدروا يقتنعوا بيها؟ او ازاي حد قدر يوصل لهم ان الشيء ده حقيقي؟ حاتم كان مستغرب جدا من الكلام ده. هو ده كان بيحصل دايما من رانيا، بس رانيا مثلا ما كانتش
كانتش بتتناقش، كانت قاعده بتسمع وقاعده بتسمع موسيقى وبتروح تقول انها عايزه العلاقه لحاتم وهو بيتناقش، ولا مره طوعها في حاجه زي دي. هو كان بيعتبره كلام دلع، اللي هو انا نفسي دلوقتي اجي واعمل كذا او ابقى معاك ونعمل كذا وانت مركز وانت وكانت ساعات حتى بتكلمه هو في الشغل وبتقول له الكلام ده، ولكن ولا مره تجاوب معاها. وكان بيعتبرها عادي اتنين مرتبطين شويه وهي بتدلع عليه. كان ممكن يقول لها كلمه حلوه نبعه ده مره ومرتين ثلاثه ما يردش عليها وهكذا، كان كلام جدا عادي لكن عمره ما حصل، ومش منطقي ان هو يحصل بالنسبه لحاتم خالص. ووقتها فعلا كانت بتروح تقول له انا عايزاك حالا وهو ما كانش بيتجاوب، فكانت ممكن مره تتقمص وتروح تنام او مره تسكت وما تتكلمش. وكانت بتقول له انا دايما ببقى غيرانه عليك وانت بتتناقش مع البنات، فبحس ان هم واخدينك مني، فانا باجيلك بالحاجه دي عشان انا ببقى غيرانه وعايز اخدك منهم وتبقى ليا ومعايا. وفي مره قالت له انا لما بغير عليك بحس ان انا عايزه اعمل علاقه وانا مش فاهمه ده نابع من ايه، ما تسال كده وانت بتتكلم، بما اننا بنتناقش في مواضيع كتير نفسيه فاسال الموضوع ده ممكن يكون ايه سببه. وفعلا حاتم طرح الموضوع ده للنقاش وسال، ووقتها لينا ردت وقالت مين اللي بيسال السؤال الغريب ده؟ حاتم قال لها السؤال جاي لي من حد غريب، عشان طبعا ما كانش يقدر يقول ان هو جاي منها. ووقتها لينا كان ردها ان الموضوع ده اكيد مرض نفسي لان ما فيش حد طبيعي يعمل كده. ورانيا اليوم ده اتقمصت جدا وفضلت تقول للحاتم لينا دي ما بتفهمش حاجه وده اي كلام. رقم 10 قالت لهم ان حاتم مرضيش يسيبني بعد ما قلت له يلا ننهي العلاقه، وفضل يقول لي بحبك وعايز اكمل معاكي، انا حبيتك بجد وما بقتش واخد الموضوع تسليه. ودي مش الحقيقه ابدا، حاتم حتى رفض ان هو يقابلها، بس هي واضح ان كانت بتحاول تسمع نفسها الكلام اللي هي عاوزاه. حتى في الاول خالص لما كانت بتقول له الرجاله بتقعد تدبدب وما بتسيبنيش كان قصدها ان انت كمان اعمل زيهم، ولما حاتم ما عملش ده خذلها جدا. رقم 11 قالت لبنت في الخمس بنات دول ان حاتم سأل على جسمك، وحاتم اصلا عمره ما سأل على جسم رانيا نفسها، هي بالنسبه له صور بيشوفها زي ما البنات بالظبط بالنسبه له صور قدامه. والغريب برضو البنات اللي صدقوا كده، اغرب ما يكون ان واحد يكون مرتبط ببنت معينه ويروح يسألها على جسم اصحابها. بس في الموقف ده برضو رانيا حرفت الكلام، رانيا شغاله يا اما تحريف كلام يا اما صناعه كلام جديد. يعني كان في قبلها بفترة رانيا كانت قايله له ان طولها 173 سنتي، وحاتم ساعتها شاف ان هي كده بالنسبة لبنت طويلة، فكان الموضوع بالنسبة له شوية مثير للاهتمام. قال لها ايه ده، انا ما كنتش متوقع ان انت تبقي بالطول ده، شكلك ما يبينش ابدا كده في الصور. وفي مرة كانت بتحكي له ان ريماس صاحبتها اللي هي بنت من الخمسة كانت جاية عندها البيت وكانت سالينا نايمة جوه، فريماس وقتها دخلت وبكل جرأة وقالت لها اوعي كده، فين اللي نايمة دي؟ وراحت داخلة على الأوضة اللي نايمة فيها سيلينا وحضنتها وقعدت تصحيها. فرانيا كانت بتشرح لحاتم ان هي اول مرة تشوف ريماس. حتى حاتم سألها حسيتي بايه؟ قالت له ولا اي حاجة، كأني بشوفها كتير، تقريبا من كتر النقاشات ومن كتر الكلام اللي انا وهي بنتكلمه حسيت ان انا عادي عارفاها قبل كده من زمان. راح حاتم قايل لها بما انك اول مرة تشوفيها هي ما استغربتش ان انتي طويلة ولا هم كمان طوال زيك؟ راحت رد غريب حاتم استغربه، قالت له انا وريماس جسمنا تقريبا شبه بعض، لكن سيلينا جسمها مختلف، اقرب واحدة ليا في الجسم هي ريماس. حتى حاتم استغرب ايه دخل الجسم وايه دخل الحاجات دي في الطول اللي هو بيتكلم فيه، اللي كان فيه مناقشه اصلا من كام يوم، ولكن ما اهتمش بالموضوع وقال لها ماشي حاضر. حاتم حرفيا ما كانش مهتم لاي موضوع يخص البنات او يخص اي حد اصلا، لدرجه انها قالت لحاتم اكتر من مره انت ازاي مش بيجيلك فضول تسالني عن اللي بيحصل بيني وبين البنات، وازاي لما اقول لك انا وهم بنتكلم في حاجه مثلا معينه او حاجه مهمه ما بتجيش تقول لي انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ ده انا بيبقى عندي فضول ان انا اسالك على كل حاجه، فلو سمحت يا حاتم ما تخليش احترامك ده وعدم فضولك ده يمنعني انا كمان من فضولي لما احب اسالك في حاجه. كان بيقول لها لا اسالي براحتك بس انا مش مهتم بده. حتى لما كانت تيجي تقول له البنات بيهزروا وبيعملوا خطه معينه وبيدخلوا على التجمع الاونلاين اللي انت بتبقى عامله وبيقلدوا اصوات بنات تانية ويحاولوا يكلموك على اساس ان هم بنات تانية بمواضيع مختلفه، حاتم ما كانش بيهتم وما بيسالهاش حتى مين، برغم ان هي فهمته ان سيلينا هي اللي بتعمل كده وهي اللي بتغير صوتها. وكانت دايما تقول له اصلا انا ما اقدرش اسيبك في الحيره دي، كلهم بيعملوا كده، وحتى اهل تسنيم اللي هي الاكس بتاعت حاتم اهل تسنيم بيبقوا عارفين ده. رقم 12 كانت بتتلاعب بتسنيم، كانت تاخد منها معلومه عن حاتم وتقول لها ده قايل لي عكسها تماما وتطلعه انسان كذاب في المطلق او على حاجات مهمه. وبسبب التلاعب ده تسنيم عقلها وقف مع انها شخص ذكي. تسنيم فضلت تتكلم على حاتم وعلى حياته الشخصيه اللي تخصه هو واهله، برغم ان محدش يعرف الحاجات دي نهائي غيرها هي، كان في امان بينهم لمده سنتين واكتر. تسنيم خلت سيره حاتم واهله وحكاياته مشاع
كل الناس. يعني حتى لو رانيا كانت عارفة عن حاتم شوية حاجات كده سطحية، فتسنيم كانت عارفة عمق كل حاجة. تسنيم كانت عارفة حاتم اكتر من نفسه، ففجأة خرجت ده كله بره. والفكرة ان حاتم لما اتكلم مع تسنيم المكالمة اللي كان فيها خناقة دي وبتقول له ده حصل كذا وكذا، كان بيقول لها انا مليون كلمة ومليون جملة عني وعن اهلي جات لي من بره محدش غيرك يعرفها. كانت بتنكر وما كانتش بتواجه ده. تسنيم بسبب التلاعب ده وبسبب الكذب اللي حصل ده فضلت تقول لهم ده حاتم ياما عمل فيا وياما عمل فيا، ده انا كنت بتعب عشانه، ده انا عملت له كل حاجة. وكشفت عن كل علاقتهم الشخصية اللي يوما ما كان المفروض الشيء ده يبقى مقدس. واصلا حاتم ما يفرقش معاه ان هي تطلع تقول انا عملت وعملت، ما يفرقش معاه الفعل نفسه. حاتم كان بيطلع في العلن في مناقشات ويقول انا لولا تسنيم انا كنت عمري ما هوصل لاي حاجة انا كنت بحبها في حياتي. ولما كان حد يرد عليه ويقول له احنا شايفين ده بيحصل دايما وشايفينها دايما معاك، كان بيقول لهم اللي انتوا شايفينه ده ما يجيش 10% من اللي هي بتعمله. ورا الكواليس تسنيم بتعمل مجهود جبار، تسنيم بتعمل حاجات محدش يتوقعها. كان دايما حاتم بيشيد بده، عمره ما انكره. كان بيقول لهم تسنيم ما بتسيبنيش مهموم دقيقة، لو حست ان انا متضايق او في حاجة كانت بتعمل اي حاجة تقدر عليها عشان خاطر تخرجني من ده. يعني حاتم ما عندوش مشكلة في ده على قد ما هو عنده مشكلة ان الشخص نفسه يعاير بحاجة زي دي يوما ما. شخص كان في علاقة رضائية وكان في علاقة محترمة فيها احترام متبادل، ما كانش يتوقع في يوم ان تسنيم تروح تقول لحد حاتم كان بيستغلني. وده اللي لينا كانت تقصده في الاول خالص، اللي ما كانش حاتم فاهمه. لما قالت بيستغل البنات كانت تقصد بيستغل تسنيم نفسها. تسنيم اللي كانوا هما الاتنين مرتبطين وفي علاقة حب، اللي كانوا هما الاتنين شركة. تسنيم لعبت على اكتر شيء نفسي حاتم قال لها ان هو عنده مشكلة فيه، ان هو ما يحبش حد يساعده عشان يوما ما يجيش حد يعايره بالحاجة دي. حلت معاه المشكلة دي وخلته يشوف الدنيا بشكل جديد. وفي الاخر هي الشخص اللي جه طعنه في نفس الحاجة، وفي الاخر ده تخليه يسمع الكلام ده في العلن من شخص غريب وقدام ناس كتير غريبة. ولما ذكر لها ده في وسط كده الكلام، لما ادته مساحة صغيرة يتكلم وقال لها ازاي تعملي كده، بتقول له ده ما حصلش في العلن وبتكدبه. مع ان هي في لحظة واحدة بس لو كانت قالت له وريني ده حصل ولا لا، كان هيوريها ويسمعها ده حصل ولا لا، لان ده حصل في التجمع بتاعه ومتسجل عنده قدام كل الناس. لكن هي بتحاول تنكر اللي هي قالته، او بتحاول تنكر ان هي قالت لحد والحد ده راح قال، ومصدقه الحد التاني اللي هي لينا لما قالت لها لا انا ما قلتش الكلام ده. وبتتهم حاتم ان هو فاهم غلط وسمع غلط عشان تهرب من المسؤوليه. وبتقول له انا اتكلمت مع البنات في ده، ولكن انا بتكلم مع دوايري المقربه وبحكي لهم. مين هم الدوائر المقربه اللي لسه معروفين من 4-5 شهور بشكل شخصي؟ ودوائر مقربه ايه اللي انا اروح ليها احكي لحد علاقه شخصيه انا كنت فيها واقول انا عملت له كذا وكذا 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 وكان بيستغلني؟ حتى ما بقاش فاهم هل هو اللي مش فاهم العلاقات ومش فاهم ايه اللي بيتحكي في العلاقات، ولا ايه الكلام الفارغ اللي بيتقال ده. ومش كده وبس، حتى الناس اللي تسنيم واثقه فيهم دول، الكلام اللي هي قالته لهم الكلام ده طلع بره البنات دي نفسها. الكلام ده بقى مع ناس تانية خالص بيقولوه بيرددوه. واكتر من كده كمان، البنات خرجوا كلام كتير قوي من ضمنهم ده وكلام كتير قوي لعشرات الناس بره، والعشرات قالوا للعشرات قالوا للعشرات. والموضوع برضه مش فارق مع حاتم في حاجه، هو فارق معاه المصدر. مين المصدر؟ تسنيم مش فاهمه فين الطعنه. اللي هي بتقوله هو كان ممكن يقوله، ولكن الطعنه منها هي. دي خيانه للعلاقه اللي كانت يوم في الايام مقدسه. ومش كده وبس، حاتم بعد كده بقى بيجيله حاجات من ناس بره البنات دي نهائي عنه وعن اهله ما يعرفهاش غير تسنيم، برغم ان حاتم عمره ما اتكلم عليها في حاجه، ولا عمره اتكلم عن اي حاجه حصلت بينهم في علاقتهم، ولا اي حاجه تخصها هي لوحدها، ولا اي حاجه تخص اهلها. حاتم ما طلعش كلمه واحده لحد اللحظه دي على تسنيم. رقم 13 من الحاجات اللي رانيا قالتها لتسنيم وتسنيم كانت بتقولها لحاتم في المكالمه، ان حاتم كان بيغير عليا وما كانش بيخليني اطلع اتكلم، وكان بيقول لي صوتك مثير وانا بغير من حاجه زي دي. وده عمره ما حصل. دايما كان حاتم بيتحايل على رانيا انها تطلع تتكلم، وكانت تقول له انا مش بحب حواراتكم ونقاشاتكم وصراعاتكم دي، انا شخص بحب الهدوء وبحب استمتع وبحب اسمع الموسيقى بتاعتي مع نفسي، انا بس قاعده عشانك. ولكن كانت على طول بتيجي تقول له انا لما باجي اتكلم بحس ان صوتي بيوحي للناس ان انا عايز اعمل علاقه حميمه. وكانت بتقعد تضحك قوي على الموضوع ده. مره
مرة و2 و3 و4 وحاتم كان يضحك ويسكت، ومرة 5 يجاملها فيها يقول لها بصراحة صوتك حلو، اللي هو واحد بيجامل بنت هو مرتبط بيها. رقم 14 والأخيرة من الحاجات اللي رانيا قالتها لتسنيم إن حاتم بيتريق على تسنيم وبيقول تسنيم لسه عايشة في جو العلاقات الأبدية والحب والكلام ده، وده طبعا كلام ملوش أي أساس من الصحة. الكلام ما كانش كده خالص. في يوم من الأيام كانت رانيا بتقول للحاتم إن أنا عايزة أبقى ست أربعينية قاعدة في بيت لوحدي معايا حيوانات بربيها وكل الكلام ده، والعلاقات بالنسبة لي زي ما هي دلوقتي مجرد تجربة، حد بيدخل حد بيخرج وهكذا. راح حاتم رد عليها وقال لها أنا من بعد تسنيم ما بقتش بؤمن إن في علاقات أبدية، بعد الشخص ده ما علاقتي انتهت بيه أنا مش هعمل ده تاني تقريبا. تسنيم كانت آخر أمل ليا، كانت الشخص الوحيد اللي أنا حبيته وكنت عايز أكمل معاه حياتي، بعديها ما أعتقدش إن أنا ممكن أعيش الحالة دي تاني. وراح قايل لها بس تسنيم يا بختها لسه قلبها نضيف ولسه قادرة ان هي تعمل ده، وانا عارف ان هي لسه قادرة انها تعمل ده. وحاتم اصلا كان بيقولها بحسرة من جواه، اللي هو انا حياتي وقفت عليكي وانت عادي ممكن تعرفي حد تاني وتعيشي معاه القصة اللي احنا كنا عايشينها. كل ده اتحور من رانيا وراح في طريق تاني خالص. المهم بعد ما حاتم سمع الكلام ده ادرك ان رانيا شخص سايكو وخطر على كل الناس اللي حواليه. والشيء الغريب اللي عمله حاتم في نهاية المكالمة دي بينه وبين تسنيم اللي هو قال لها تعالي نرجع ونبدأ كل حاجة من جديد. وفعلا كانت مشاعره صادقة في الوقت ده، ولكن كان شيء غريب وهي رفضت بشدة وقالت له لا. وبعد ما قفل بشوية وهدي اكتشف ان فعلا كان لازم هي تقول له لا، وان اللي عمله ده شيء غبي جدا. اصلا حتى هي لو كانت وافقت كان هو هيرجع يثق ازاي؟ كان هيرجع يثق فيها ازاي بعد الموقف ده؟ حاتم كان مصدوم، وبرغم خبرته الكبيرة ومعاشرته للبشر بس ما كانش قادر يتخيل ان في حد ممكن يكون بالخيانة دي، سواء تسنيم او سواء البنات. ازاي حتى لو هما بيخططوا لحاجة يكونوا عارفين ينافقوا بالشكل ده ويضحكوا بالشكل ده ويتكلموا كويس بالشكل ده؟ وقعد يفتكر يعني لما تسنيم كانت بتلعب في شعرها وكانت بتبصلي نظرات حب كأنها بتحبني من الأول، فده كان كله خطة وتلاعب عشان توصل اللي هي عاوزاه. الموضوع كان صادم بالنسبة له، وحاتم فاهم ان هما بعد اللي عملوه ده فاكرين ان ده ذكاء ودهاء منهم، ولكن ده تغيير للمفهوم عشان بس يفتخروا بنفسهم مش اكتر. اللي حصل ده خيانة وغدر. حاتم اتصدم لدرجة ان هو خلاص بقى معتقد ان حتى حب البدايات اول ما عرف تسنيم كان كل ده تمثيل، ده كان ممكن يتمثل عادي. حاتم مكالمته الاخيرة دي برغم كل اللي فيه اتحولت من مكالمة هو عايز يعاتب فيها تسنيم لمكالمة هو بيراضيها على حاجات هو ما عملهاش. كان نفسه يقول لها كل اللي انت عملتيه ده اذاني، انت اذيتيني بطريقة بشعة لمجرد ان حد كذب ولعب بيكي وما جيتيش حتى اتكلمتي، حتى ما جيتيش سألتيني، سمعتي طرف وقررتوا وعملتوا حاجة من غير اصلا ما تسألوا الطرف التاني. حاتم ما قدرش يعبر غير عن جملة واحدة عشان تسنيم كانت بتحاول تقفل المكالمة. كان بيقول لها ليه عملتي كده وليش تركتي معاهم في حاجة زي دي؟ كانت تقول له عشان انا فكرتك اللي انت بتتلاعب ببنت ومخبي عنها كل حاجة في حياتك الشخصية، مع ان حاتم لحد اللحظة دي مش عارف ايه اللي كان ممكن يكون هو مخبيه في حياته الشخصية اصلا، ولكن كانت بتقول له انت مخبي كل حاجة في حياتك الشخصية وكنت ناوي تكمل معاها وعايز تكمل معاها. يقول لها ليه عملتي كده وخرجتي كل العلاقة اللي بينا وكل حياتي الشخصية وكل اسراري بره؟ تقول له كنت بفضفض لدوائري القريبة، دوائرها القريبة اللي عارفاهم من كام شهر، اللي اصلا فيهم بنت مستغفلاهم كلهم وضحك عليهم. ليه يا تسنيم عملتي كده وهم عملوا كده؟ لانك كنت بتسيب البنات وبتروح تمارس العادة وبتسيب النقاش. قال لها يعني انتوا بانيين كل رد الفعل اللي انتوا عملتوه على حاجات غلط وما جيتوش حتى سألتوني عليها؟ يعني فعل كبير ومؤذي زي ده مبني على كلام اتسمع من حد وخلاص؟ كلام حرفيا لو كان حد راح قال للحاتم دي قالت 1 و2 و3 كان وراهم كل حاجة من اول العلاقة لنهاية العلاقة. حاتم كل حاجة عنده متسجلة من اول يوم لاخر يوم، ده حتى المكالمات عند حاتم في تليفونه التاني بتتسجل بشكل تلقائي عشان كان ممكن يتعرض لكتير من التهديدات لناس بتعاديه، فدايما كان عامل حسابه لده. وكان في برنامج على الموبايل التاني كان على طول بيسجل كل حاجة، يعني لو كان سؤال واحد وعرف ان في حد تلاعب بالشكل ده وحد مؤذي بالشكل ده وحد كذاب بالشكل ده كان هيقول لهم اسمعوا من اول يوم لحد اخر يوم، سواء شات او فويسات او مكالمات. عملوا كل ده عشان هم عايشين بنظرية الغدر، فاكرين ان طباعهم في كل البشر، اللي هو لا لو قلنا له هيعمل حسابه ومش هيدخلنا معاه في التجمع، فليه نقول له احنا نعمل ده فجأة؟ حاتم قفل المكالمة
مع تسنيم وهو برضو معبرش عن اي حاجة جواه وما تكلمش عن اي حاجة جواه. حاتم لحد اللحظة دي ما قالش حاجة لحد، بعت لها فويس وقال لها انت فقدتيني الثقة في كل الناس، انت ازاي عملتي كده؟ وبعت لها في مكان هي ما كانش ينفع تعمل له فيه بلوك، هي عامله له بلوك على كل حاجة بس عشان كانت لسه شايله البلوك فما ينفعش تعمله تاني. حاتم ما كانش فارق معاه اللي حصل ولا اللي البنات عملوه ولا شكله قدام الناس ولا كل الكلام ده. حاتم كل اللي فارق معاه ان اللي عمل كده تسنيم وان هي مشتركه في ده. الكسر عنده مش في الموقف بتاع الناس اللي دخلوا والمفروض ان هم دمروا سمعته اللي بيبنيها من 3 سنين، وجعه كان بس من تسنيم، وجعه من العلاقه اللي كانت احلى علاقه في حياته، علاقه مع شخص وثق فيه وامنه على كل حاجه. وبرغم ان احنا دلوقتي هنقول ان حاتم فعلا طلع واتكلم في الحقيقه، ولكن هو لو كانت تسنيم بس سمعته وكان اتكلم معاها ما كانش حتى هيبقى عاوز يطلع يقول اللي حصل ايه، هو بس كان مستنيها تسمعه ويسمع منها كلمه اعتذار. حاتم بعد ما هدي وكعدته حب يحلل الامور اللي حصلت دي بعد الموضوع ده بفتره، وقسم تحليله ده لجزئين. والجزء الاول ازاي شخص واحد قدر يتلاعب بكميه الناس دي برغم ان هم بيدعوا الذكاء او بالفعل ممكن يكون منهم حد ذكي. المهم ان رانيا قدرت تلعب على النقطه النفسيه لكل شخص فيهم، قدرت تلعب على سالينا وان هي شخص ممكن يكون اتعرض لحاجات كتير في حياته او صدمات كتير في حياته او خيانات من الناس، واستغلت كمان انها عندها مشاكل في الوقت ده، فلما تشوف في شخص مؤذي زي الناس دي كلها وعمل كل ده فهتبقى متحمسة جدا ان هي تهاجمه. ده غير ان هي عندها شعور ان اي شخص في الدنيا ممكن يطلع منه اي حاجة. بالنسبة لتسنيم اللي هي الاكس بتاعت حاتم مش شخص غبي ابدا، بالعكس شخص ذكي جدا، ومش شخص بيدعي الذكاء زي ما الناس بتدعي الذكاء. يعني في ناس بتدعي الذكاء وتلاقيها بصة لاي شخص في الدنيا وتقولك الشخص ده كذا الشخص ده كذا وتقعد تحكم على الاشخاص. تسنيم ذكية وبتعرف تفهم الاشخاص وفاهمة كمان ان كل شخص عنده بعد نفسي وممكن يحصل حاجات كتير في تصرفاته. فتسنيم كانت شخص ذكي بس هي لعبت على حتة معينة فيها، لعبت على حتة انتي مش كفاية، ده كان بيخونك وكان بيحاول يكلمني وهو معاكي. فتسنيم بقى يعني انا كنت مخلصة وكنت بعمل ده كله وفي الاخر يطلع منه الكلام ده. تسنيم عمرها ما شافت حاجة وحشة من حاتم، كانت وهي حتى صديقته كانت بتحاول تدعمه وكانت بتحاول تقف جنبه، وده لحد ساعة واحدة تقريبا من كلام رانيا او مكالمة رانيا الجماعية معاهم اللي هي كانت بتألف فيها. فهي لو كانت شايفاه وحش طول السنين اللي فاتت دي كلها كانت ليه هتمشي له خطوة اصلا. اما ايات بالنسبة لرانيا شخص مهزوز وناقم على الحياة، وفي بدايته ان هو يبقى شخص حر وعاوز يواجه الظلم والقهر والاستبداد، فخلت بالنسبة لها حاتم مادة خام عشان تقدر تطلع فيه ده. يعني على روايتها شخص متلاعب ومنافق ومستغل. ده غير ان هي عارفة ان ايات دايما بتحب يبقى ليها دور، وده هنقوله كمان شوية. اما لينا فهي ادتها الحتة اللي هي بتحبها، ادتها السلطة، وفي نفس الوقت زلت نفسها شوية قدامها وقالت لها انا كمان غلطت لما تجاوبت معاه. فحتى الشعور بالسلطة على رانيا نفسها هي ادته بمزاجها وبكامل قواها العقلية للينا، وان هي المنقذ والعقل المدبر اللي هينقذها من اللي حصل ليها. ده غير انها استغلت كرهها للرجالة، هو حقيقة مش كره وبرضه هنوضح ده دلوقتي بناء على كلام رانيا، ولكن هي استغلت الحتة دي وده نقدر نستشفه في البداية خالص لما في واحدة قالت لها طيب حاتم ممكن يكون مظلوم، قالت لها مش مهم، ممكن يكون راجل واتظلم فمش هتفرق، راجل زي اي راجل. ده غير فخر لينا وهي بتقعد تكلم الرجالة في المناقشات بطريقة حادة وطريقة مش كويسة وتقول لهم كلام مهين، وكانت بتاخد الشيء اللي بيغذيها من المدح اللي البنات بتمدحه لها لما بتعمل كده. ولينا نفسها كانت بتقول انا عمري ما اثق في اي راجل حتى لو ابويا، وكانت بتردد ده في اليوم 100 مرة. ده غير ان لينا كان عندها مشكلة مع حاتم قبل الموضوع ده بشهرين تقريبا. حاتم كسر لها الحتة اللي هي بتتغذى عليها وهي مدح الناس وبالأخص مدح الرجال، لو في رجال تمدحها، وما بقاش بيمدحها، بقى بيقول لها اللي انتي بتعمليه ده ومناقشاتك مع الناس بحدية وبكلام مهين وبكلام ما ينفعش يتقال ده تطرف وقلة ذوق. فكان هي وقتها بتتضايق من حاجة زي دي وتقول لا مفيش حاجة اسمها تطرف، وان انت يا حاتم اللي لو مش عايزنا نعامل الناس او مش عايزني اعامل الناس بالطريقة دي فانت كده اللي منافق وبوشين. فكمان رانيا استغلت ان هي مشحونة من الحتة دي، لان لينا لو ما لقيتش مدح او محدش مدحها مش هتعرف تعيش، هي عايشة على الشيء ده، فبتلجأ لأي حاجة في الدنيا حتى لو حاجة ممكن تكون غير أخلاقية عشان خاطر تلاقي من مجموعة من البشر مدح.
تعيش عليه. لينا بتحب الأضواء وبتحب التسقيف، فكانت بالنسبة لها فرصة خيالية تعمل كده مع شخص حقوقي ومعروف والناس كلها بتحترمه. أما ريماس شخص ذكي إلى حد ما، فكان لازم تشتغل عندها على جزء مختلف، وإنها تروح تقول لها حاتم بيسأل على شكل جسمك، فهنا قدرت توقف عقلها. ده غير ان ريماس حاتم يعني بيتخيل ان هي ممكن تكون شرارة الموضوع الاول. يعني رانيا قالت لتسنيم، وده حاتم عرفه في اخر مكالمة اتكلمها مع تسنيم، ان حاتم شكله بعد ما استغلني رايح يستغل ريماس، لان بقاله فترة بيضحك على اي حاجة هي بتقولها. ده غير ان هو اتكلم معاها من كام يوم وكانوا بيتكلموا عن حاجة ليها علاقة بالروحانيات. حاتم مش عارف بصراحة ايه سبب ان الكلام العادي ده ممكن يطلع، يعني النقاش كان لوقت معين مع حد في حاجة زي دي، ما كانش فاهم ليه ممكن يطلع او مش يطلع. هو مش حاجة غلط، يعني ليه ممكن يبقى مادة للنقاش؟ هل مثلا قبل ما يحصل اي حاجة ريماس دخلت قالت لها ده انا وحاتم اتكلمنا من كام يوم وحصل كذا كذا، فمن هنا دي الشرارة اللي ضايقت رانيا؟ او بعد ما حصل ده كله فراحت ريماس دخلت لرانيا وقالت لها ده بقى حاتم لما اتكلم معايا من كام يوم كان قصده ان هو يحاول يقرب مني، برغم ان اصلا حاتم مش هو اللي بدأ الحوار كله. يعني مش حاتم هو اللي اتكلم في الموضوع او هو اللي بدأه. كان ممكن يكون النقاش اتقال على العلن وبعد كده اللي بدأوا كانت ريماس، او حتى لو حاتم هو اللي بدأوا الموضوع ما كانش فيه اي حاجة. خلصنا هي لعبت عليهم وضحكت عليهم كلهم ازاي. تعال بقى نلعب في الحتة النفسية اللي عند رانيا نفسها، ودي اخر جزئية معانا، ونشوف ليه ممكن تكون هي عملت كده. وطبعا كل التحليلات دي غرضها ان كلنا نتعلم من القصة دي وناخد بالنا من الناس اللي حوالينا ومن افعالهم بتبقى عامله ازاي. رقم 1، رانيا في بدايه كلامها مع حاتم كانت اكتر حاجه بتركز معاها هي سيره البلطجيه، وانها سهل جدا ان هي تروح تجيب بلطجيه لاي حد ويروحوا يأذوه. ودي كانت رساله منها لحاتم، ان انا حتى لما اذيك يوما ما اوعى تفكر تحاول تأذيني او تاخد حقك او ترد اللي انا عملته. وتقريبا ما كانتش فاهمه ان الكلام ده سخيف جدا بالنسبه لحاتم، وبالنسبه له زي صباح الخير. ممكن تكون فاكره ان حاتم نازل شخص مثقف او شخص محترم او شخص عنده اخلاق، ومش فاهمه ان دي اصعب حاجه ممكن الشخص يوصل لها، ان هو يبقى عنده اخلاق وبيكون مر على اي حاجه قبل كده وبالنسبه له كانت حاجه تافهه. المهم ان رانيا بسبب الكلام اللي هي قالته ده فنقدر نحلل ان هي داخله العلاقه من الاول وناويه تعمل شيء زي ده. ده غير انها قالت لحاتم انها اخوها نفسه جابت له بلطجيه قبل كده. ودليل تاني على ده ان هي كانت قالت لحاتم وهما لسه اصدقاء ان سالينا كلمتها على ناشط في حقوق المراه، وقالت لها ان الشخص ده برغم ان هو مشهور وبرغم ان هو بيعمل الكلام ده كله، ولكن انا كنت عارفاه بشكل شخصي والشخص ده مستغل وبيستغل البنات، وحتى وقتها قالت اسمه لحاتم. المهم ان بعديها ب3 شهور او 4 شهور كان في بوست معين هو كاتبه، فهي خدت سكرين شوت وبعتت لحاتم البوست ده. فحاتم افتكر على طول ان هو ده الشخص، ولقى ان هي عامله له لايك وهو عامل لها لايك على حاجات جديده، وفي نفس الوقت الاتنين عند بعض في الاصدقاء. يعني مش مجرد هي عامله له فولو او هو عامل لها فولو، لا الاتنين عند بعض في الاصدقاء. فحاتم لما شاف الكلام ده استغرب، قال لها رانيا انت مش شايفه ان بموقف زي ده ان انت كده بتدعمي شخص انت من جواكي عارفه ان هو مستغل، ان هو يكون عندك او ان انت تعملي له لايك او هو يعمل لك لايك، انت مش عارفه كده ان انت بتدعمي شخص ممكن يكون مستغل وده ضد مبادئك؟ قالت له ايه ده، انا ما كنتش واخده بالي من الموضوع ده خالص. وبعد نص ساعه شالته، يعني ما شالتوش على طول مثلا، لا قعدت مده كبيره زي ما تكون بتفكر في الموضوع. وده دليل ان رانيا مفيش مبدأ، او هي كل فكرها انها تعمل اصطياد للرجال او للاشخاص المعروفه. رقم 2، وهو هوس رانيا بالعلاقات الحميمه. رانيا عندها هوس كبير قوي بالعلاقات، وده كان باين في العلاقات اللي هي دخلتها واللي كانت بتحكي لحاتم عليها، وده كله هي عملت بيه اسقاط على حاتم ان هو فيه هو مش فيها هي. يعني كلام زي اللي قالته ريماس ان هو بيسأل على جسمك، او ان هو سادي، او ان هو بيسيبكم وبيروح يعمل العاده دي. ده غير انها مش متصالحه ابدا مع ميولها، وكانت دايما بتحاول تبرر وتقول دي تفضيلات، انا مش عارفه ليه البنات معترضين عليها، وان دي حاجه فيها متعه كبيره قوي هيندموا عليها، وانهم فايتهم كتير. ده غير ان في مره لينا كانت بتقول لها على كلام رانيا ان في حاجه معينه هي مش هينفع تعملها ابدا لجوزها، لان مستحيل ابقى واقفه في شغلي كده وقدام الناس وانا قبليها بيوم كنت عامله حاجه زي دي. ده غير ان الرجاله اصلا مش نضاف، والكلام ده كان زاعج رانيا جدا. ده غير موقف رانيا حكته لحاتم عن حاجه حصلت بسبب هوسها وكتر تجديدها في الميول، وانها دبست واحده صاحبتها في علاقه خارج ارادتها عشان ترضي نفسها بشيء معين هي عاوزاه او حابه تشوفه. ودي الحاجه اللي قفلت حاتم قوي من رانيا وقتها، وده تقريبا كان اخر اسبوع في الكلام بتاعهم. رقم 3، عدم الثقة بالنفس، وده كان بيبان وهي بتتكلم عن كل واحدة من صحباتها.
يعني كانت دايما تقول على سالينا انها بتتصل بيها بالساعات وتقعد تعيط ومنهارة على حاجات اصلا تافهة وتتحل بشكل بسيط قوي، وازاي هي ما عندهاش الخبرة دي انها تحل الحاجات اللي انا شايفاها من نظري جدا جدا سهلة. وكانت دايما تقول عليها انها مترددة، ومرة مثلا تكلمها تقول لها احجزي لي في مكان عشان خاطر انا حابة المود ده، وبعدها بشوية تكلمها وتقول لها لا كنسلي الحجز عشان انا عايزة مكان تاني لان انا حابة المود التاني. فوقتها حتى رانيا كانت متضايقة قوي من الموضوع ده، وفضلت تقول للحاتم انا ما بحبش التردد ده وما بحبش الشكل يبقى وحش قدام الناس. يعني ايه اتصل احجز هنا وبعدين الغي وبعدين احجز في حتة تانية وبعدين ممكن تاني تقول لي الغي. اما عن ريماس كانت بتقول ان هي خبرتها قليلة قوي وانها مش عارفة اي حاجة، ولمجرد ان حد جه يتكلم معاها هي مش فاهمة ترد عليه ازاي او مش فاهمة ايه نيته من ورا الكلام ده، وكانت تتصل برانيا عشان تسألها اقول ايه واعمل ايه. ده حتى على لينا كانت دايما تقول انها عندها مشكلة مع سنها، وان كرهها للرجالة ده مجرد شعور وهمي للفوز، لان شخصيتها مش قادرة بيها انها تشوف اي اهتمام من اي راجل، فبتضطر تهاجمهم عشان تلاقي الاهتمام ده منهم حتى لو الاهتمام ده جاي بشكل سلبي. وكانت عنصرية جدا مع ايات، كانت بتقول انها كتير قوي بتحاول تهرب منها لما بتكون عايزة تقابل باقي البنات، لان هي لو حتى السكيورتي بتاع العمارة شافها وهي معاها شكلها يبقى وحش، وتتكسف لو الناس شافوها معاها بالصدفة عشان الناس وقتها هتقول عليها ايه. وبتقول انها شخص ما عندوش اي شخصية، وبتفرح جدا لما اي حد يسألها في مجالها عشان تقعد وقتها تتكلم وتشوف اهتمام للناس وما تفصلش ابدا في الكلام. ده غير انها حتى بتتكلم على الفيديوهات بتاعتها وتقول الفيديوهات بتاعتها بتخوفني جدا، ولما حاتم فكرها بتهزر ويقول لها ازاي الفيديوهات بتاعتها بتخوفك، قالت له انا بتكلم بجد، الفيديوهات بتاعتها بتخوفني وبقى بيجيلي كوابيس، ومستغربه ان البنات بيقولوا لها فيديوهاتك حلوه. وقالت لحاتم ده مرتين 3 4 مش مره واحده وعدت، وكان الكلام بمنتهى الجديه. ده غير ان كان في بنت تانية في الجروب اسمها مواهب، ورانيا سافرت مخصوص البلد اللي هي فيها مع انها بلد عربيه بعيده عن امريكا، ولكن راحت وشافتها وكانت المفروض بتحبها. ولكن في اخر العلاقه بين رانيا وحاتم لمده 3 4 ايام ورا بعض كانت بتيجي تقول له انا ما بقتش بطيء البنت دي، انا مش متقبلاها، انا بقيت بسمع صوتها او بسمع كلمه منها بتخنق. ولما حاتم كان بيسالها مره واثنين وثلاثه ايه السبب لده، كانت تقول له من غير سبب، ما اعرفش هو كده، انا بجد ما بقتش متحملاها وطايقاها. رانيا حرفيا مرعبه، رانيا ممكن تقلب على اي شخص في الدنيا لمجرد ان هو لاعب على شيء نفسي عندها من غير ما هو نفسه يقصد. وده ظهر جدا مع مواهب او مع ايات او مع حتى البنت اللي هي كانت صاحبتها اللي اتكلمت عنها، اللي هي كانت حابه تخليها في علاقه معينه عشان تغذي حاجه عندها. ده غير كمان انها حكت لحاتم انها كانت سبب انفصال واحده صديقتها قريبه منها جدا، وده بسبب ان رانيا توهمت ان جوز صاحبتها ده بيعاكسها. فوقتها رانيا اتصلت بمامة صاحبتها، حتى مش صاحبتها على طول، وقالت لها جوز بنتك بيعاكسني. ووقتها صاحبه رانيا دي قطعتها وما كلمتهاش تاني ابدا، وما بقاش بينهم اي تواصل. ولكن رانيا كالعاده ما فرقش معاها، لان هي اكيد من الموضوع ده غزت حاجه عندها محتاجه تتغذى، او كان عندها مشكله مع البنت هي اصلا البنت نفسها ما تعرفش ايه المشكله دي، وبناء على ده رانيا حبت تنتصر. رقم 4 ان رانيا حاسه نفسها احسن من الكل، فقالت بما اني خسرت حاتم وخسرت الجروب ده وهو مع بعضه فانا هقلب الترابيزه كلها. وطبعا رانيا مش فارق معاها ابدا شكلها قدام البنات او شكلها قدام اي حد، رانيا الناس في حياتها مجرد ارقام، يهمها نفسها وبس. يعني كانت شايفه كل الناس بنظره عنصريه، وان الناس كلها ممكن في اي لحظه تغير رقمها وتعمل لهم بلوكات او تغير الاكونت بتاعها نهائي وما يبقوش في حياتها وتروح لحياه جديده. فكل الناس بالنسبة لها مفيش بينها وبينهم عشرة أو حب حقيقي. رقم 5 غيرتها من تسنيم، ما كانتش مصدقة إن ممكن حد يكون مقدر بنته بيحبها بالشكل ده، هي أحسن منها في إيه عشان تاخد كل ده؟ فعملت كل القصة دي عشان تحس ان هي افضل منها بشيء، وده بان في كل الكلام الكذب اللي هي قالته لتسنيم. ده غير ان المفروض ان هي قالت لها ان حاتم كان بيعاكسها وهي معاها، ودي نفس الحركة اللي عملتها مع صاحبتها اللي كانت بسببها صاحبتها انفصلت، وممكن تكون جدا حركة كذب زي اللي حصلت دلوقتي. رقم 6 فرحانة بأسطورة الشخص اللي سمعته كويسة اللي كل الناس بتتمنى تتكلم معاه، ان في لحظة انهار وضعف من جمالي وعمل كده، والناس كلها بقت شايفة ان هو عمل كده عشاني، او على الاقل الناس اللي حواليها بقوا شايفين ده. وبالفعل عملت كده في مرة في مطرب كان بيجي التجمع الاونلاين ده وكان بيغني شوية اغاني عشان يرفع عن الناس، والمطرب ده بالفعل كان معجب بيها. وحاتم وقتها دخل على الجروب بتاعهم وقعد يهزر ويقول ايه ده في واحد معجب بواحدة، انتوا عارفين ده معجب بمين؟ فراحت لينا وقتها قالت على فكرة انا عارفة واخدة بالي ان هو معجب بيا انا. وقتها رانيا انهارت بشكل فظيع ودخلت لحاتم في الخاص وقعدت تقول له الحق اللي كل حاجة عايزة تاخدها ليها المعجب بيها هي اللي هيبقى معجب
بيها يعني انا مش عارفه ايه البنات اللي بتتوهم دي، ده واضح جدا ان هو معجب بمين وبيحاول يتكلم مع مين وبيحاول يبقى موجود في وجود مين. رانيا دايما بتحب تكون هي المتشافه. المهم بعد اكتر من شهر لما حاتم وتسنيم قفلوا مع بعض وبعت لها الفويس اللي هو متضايق فيه ومجروح فيه وان هي ازاي تعمل كده، بعد اكتر من شهر تسنيم بعتت رسالة لحاتم مفادها يعني او بما معناها ان النهايات المفروض تكون اخلاق، وانا اتعلمت معاك حاجات وانت اتعلمت معايا حاجات وفي حاجات كتير بنطور شخصيتنا فيها، فاللي انا عملته ده كان نوع من الانفعال الوقتي ودي حاجة علمتني ان انا اظبط انفعالاتي اكتر. كانت رسالة بالنسبة لحاتم قال يا ريتها ما جات لي، رسالة باردة وفيها تسطيح وتسخيف لحجم الوجع اللي هي عملته. حتى ما جاتش اعتذرت بشكل مباشر وقالت انا عملت فعل دنيء انا اسف على الفعل ده، لا هي جابتها زي ما يكون حد مسك حد طعنه بسكينه وفي الاخر قال له ايه ده، نفض التراب اللي على كتفك معلش. وكمان بعد ما بعتت الرساله دي عملت بلوك. حاتم وقتها جاب رقم تاني ورد عليها وقال لها انا هطلع وهعمل تجمع عندي في الجمعيه اونلاين وكمان هجيب ناس يكونوا موجودين وهحكي لهم الموقف الحقيقي زي ما ده حصل قدامهم كلهم، لازم الموقف الحقيقي يتحكي قدامهم كلهم. وقتها قالت له اتمنى ما تجيبش سيرتي. قال لها انا عمري ما هجيب سيرتك وحتى لما هتكلم بشكل سطحي لان انا عمري ما هتصرف التصرف الدنيء اللي انت اتصرفتيه ده. ودي حرفيا كانت اول كلمة قوية حاتم يقولها لتسنيم في طول السنتين بتوع علاقتهم وتقريبا الست سبع او السنة صداقة بينهم، عمره ما طلع منه كلمة وحشة ليها. وهي اول ما سمعت الكلمة دي قالت له ده انت بجح، انت عايش دور الضحية انت وانت وانت، وعملت له بلوك ومشيت. برغم تصرفها ده ما تحملتش كلمة واحدة بس حاتم كان فاهم كلمة دور الضحية اللي هي بتقولها دي نبع من ايه، خصوصا انها ما صدرتش منها هي بس، هي حتى صدرت في البداية خالص لما كان في رسائل متتالية بتتبعت من البنات او من حد تاني، كان في ناس كتير كتبت الكلمة دي. اول سبب الجهل النفسي واستخدام التكرار للمصطلحات اللي بتتسمع على السوشيال ميديا اللي هو متلاعب، نرجسي، ضحية، كل الكلام اللي بقى جديد والناس عمالة تردده بدون ما تفهم معناه العميق. تاني حاجة دي آلية دفاع من الشخص الظالم عشان يتجنب شعوره بالذنب من الفعل الدنيء اللي هو عمله وانه يشيل المسؤولية من على نفسه، وما بيقدرش يعمل ده غير لما يقول لنفسه اهو الشخص اللي قدامي يستاهل حاجة زي دي. تالت حاجة ان الشخص الضعيف كلمة آسف بالنسبة له كبيرة قوي، ما بيقدرش يقولها. كلمة آسف ما بيقولهاش غير الشخص القوي. حاتم كان بيقول لنفسه لو حد فعلا بيلعب دور الضحية فهتكون رانيا اللي اخترعت سيناريو كامل عشان تكسب تعاطف الناس وتقعد تعيط لهم، او دور الضحية اللي صدقها من غير حتى ما يسأل الطرف التاني اللي هي بتتكلم عليه. دول برضو ضحية عشان حطوا نفسهم في الموقف ده، عشان هو من جواهم هم شايفين نفسهم ان هم ضحايا، فأي حد بيدعي ان هو ضحية فبيلعب على الحتة اللي عندهم. او دور الضحية الشخص اللي بعد ما ينهي علاقة بشخص كان مرتبط بيه يقعد يقول انا عملت وعملت وعملت، انا ضحيت بحاجات كتير، انا عملت حاجات كتير. دور الضحية بيلعبوا الشخص الغبي اللي صدق كلام شخص تاني تلاعب بيه برغم انه عامل قصة كلها كذب وقصة كلها مش منطقية. المهم بعد 10 دقايق من الحوار اللي حصل بين حاتم وتسنيم، حاتم لقى رسالة جاياله على الواتساب فويس مدته 5 دقايق من لينا بتهدده ان هو لو اتكلم هتقلب كل الجمعيات الحقوقية عليه وهتقلب كل الناس اللي عارفاه وكل السوشيال ميديا عليه. وقالت له اغرب جملة ممكن تتقال، ان هي برغم ان هي عارفة ان رانيا غلطانة ولكن في النهاية انا هفضل واقفة مع الستات. وطبعا هي اكيد مش قصدها غلطانه بشكل كامل، هم تلاقيهم بس استشفوا جزء بسيط قوي من الكذب والخداع، لكن في النهايه الحقيقه محدش عارفها ومفيش شخص واحد سمعها. المهم انها قالت له انا اتحيز للنساء حتى لو هم غلطانين، وشتمته بشويه الفاظ لا تصدر غير من ناس بيتخانقوا في شارع او من ناس ما عدتش على الاخلاق. حاتم ما ردش عليها ابدا عشان مش متعود ان هو ينزل للمستوى ده. حاتم اشتغل على نفسه كتير قوي وعلى شخصيته كتير قوي عشان يكون انسان سوي، فمش هيجي بموقف واحد هيرجع ده كله تاني. وبيوصف وقتها احساسه وبيقول ان كلامها بالنسبة له كان عامل زي زنة الدبانة اللي ماشية بعيد، وكان بيسأل نفسه سؤال، هل لينا بالغباء الاجتماعي قوي ده اللي مش فاهمة مين الشخص اللي يتهدد ومين الشخص اللي ما يتهددش، ولا عشان هي بعيد ومعلهاش اي مساءلة قانونية ومحدش يقدر يوصل لها بشكل قانوني لان هي في ولاية قوانينها تانية خالص، فهي حبت تعمل شوية اكشن ومش هاممها اللي هيحصل للناس. اهم حاجة ان هي تلاقي محتوى تتكلم فيه ومنصة تقدر تعلي صوتها عليها. وكان برضو سرحان في حاجة اهم من دول بكتير، كان بيقول مين دي؟ هي دي تسنيم؟ هي اللي بتعمل كده وهي اللي بتروح تجري تنقل الكلام بالشكل ده؟ حاتم كسرته كانت لحد اللحظة دي من تسنيم، ولكن بعد اللحظة دي هو شافها بالشكل اللي هي حاطة نفسها فيه. هو لمها ان هي راحت نقلت كلام،
لكن هو عارف ان هي مهما عملت هي مش بالغباء اللي تبقى عايزة لينا تبعت رسالة زي دي، لان تسنيم برغم كل ده فهي فاهمة حاتم دماغه عاملة ازاي، ومجربة وعايشة مواقف كتير بينهم هما الاتنين، وفاهمة موضوع ان هو يخاف او ما يخافش ده عامل ازاي في حياته، وشافت ده على ارض الواقع. ده حتى رانيا اللي عارفاه كده معرفة سطحية او مش بالعمق بتاع تسنيم، في مرة سألته سؤالين وقالت له انا عايز اسألك سؤالين مهمين. قالت له ايه اكتر حاجة بتتضايق فيها من نفسك، وايه اكتر حاجة بتتضايق فيها من حكم او من حاجة الناس بتشوفك بيها؟ قال لها اكتر حاجة بتضايقني من نفسي ان انا مش بخاف، وده شيء ما ينفعش في الحياة اللي احنا عايشينها، لان لازم في وقت من الاوقات نخاف عشان نتجنب حاجات كتير. والحاجة التانية اللي بيضايقني من الناس ان هم اخلاقي واحترامي معاهم بيخليهم يفتكروا ان انا شخص ضعيف او شخص ممكن اسكت، ولما باخد رد فعل هم ما بيتخيلوش كم التصعيد اللي انا ممكن اوصل له عشان بس اوصل لحقي او لحق حد مظلوم. وان البداية عندي ان انا اخد حقي اللي الناس بتشوفها كبيرة دي بتكون تحت الواحد، وبكون لسه ما بدأتش. وبرغم ان فعلا حاتم برغم ان تسنيم ردت عليه باسلوب سيء لما قال لها انا هطلع في الجمعية وهحكي الحقيقة زي ما اتحكت قدام كل الناس، انا هحكيها بشكلها الحقيقي، برغم الاسلوب اللي مش كويس اللي هي ردت بيه، هو كان بيفكر جدا ان هو ما يتكلمش في حاجة، وان هو خلاص يقول ان هو موضوع وانتهى، وان هو اقوى بكتير من اي حد. ولكن بعد الرسالة غير حساباته 180 درجة. ده غير ان هو بعديها بشوية بيفتح موقع بيكون عليه تجمعات اونلاين، لقى مجموعة ناس مختلفة نهائي عن ال8 بنات اللي في الجروب بيتداولوا حاجات عن اهل حاتم وعن حياة حاتم وعن حاجات شخصية لحاتم، وناس بتتداول ان هو كان بيسيب كمان، دي حاجة غير الحاجات الشخصية، كان بيسيب المحاضرات الاونلاين وكان بيروح يمارس العادة مع بنت ما، ودي كانت حاجة المفروض ان هي كانت بينهم وما كانتش طلعت، يعني كذب بينهم وقالوا ان احنا حتى ده مش هنطلعه. ده بقى مشاع وغيره كتير قوي مشاع من كلام كله كاذب. فمن هنا حاتم غير رأيه وراح، بعد ما كانش كتير قوي بيروح المكان بتاعه، راح المكان بتاعه وعمل محاضرة اونلاين، وفي ناس كتير حضروا اليوم ده سواء اونلاين او سواء في الواقع، وقال للناس انا كنت عمري ما هتكلم واقول مين كان معاه في العلاقة واتكلم على مين وقال ايه، ولكن بعد كل اللي حصل ده وبعد ما في كذبة كبيرة اتبنت وتشهير كبير اتبنى عني، فانا كان لازم اطلع واقول الكلام ده. واللي انا قلته ده ما يجيش 15% من حاجات كتير قوي هو عارفها عن حياة رانيا الشخصية بشكل كبير جدا. هو بس قال اللي يكون ضد الكذب اللي اتقول على لسانه، ولكن برغم ده كله هو ما اتكلمش في حاجة. وقال كمان ان هو بعت كل المحادثات وكل الشات اللي بينهم لمحامية، وحتى بعت لها التجمع اللي كان عند ايات اللي كانت دايما بتذكر فيه وتقول محدش يقول اسمه، ولكن مع ذلك كانوا كلهم بيغلطوا ويتكلموا ويقولوا حاتم وقالوا اسمه بالكامل. والمحامية قالت له ان القضاء في امريكا مش بيهزر، وان انت يا حاتم وانا لو بس طلعنا سكرين شوت او اي حاجة ليك بين كلامك انت ورانيا ورحنا بدأنا بيه وقلنا ان السكرين شوت ده من حاجات شخصية وطلع هنا نقدر نفتح قضية، وانت هتكون جدا مدعوم في القضية دي، لان انت شخص مشهور ومعروف، لان انت عندك عشرات الرسائل بالاهانات الموجهة بسبب شيء معين، لان انت عندك التسجيل اللي حصل عندك في الجمعية، لان انت عندك التسجيل التاني اللي كان بيتكلم عليك عند ايات، لان انت الشخص الواضح اللي هو متضرر وبيتم تسريب معلوماته، مش هو اللي يعمل كده. والقانون هنا 100% دعمك. وكمان قالت له زي ما الناس دي عملوا كده قدام الناس اللي انت تعرفها، قدام الناس اللي هم اهلك، قدام صحابك، انت تقدر تاخد كل حاجة من البداية للنهاية من التسجيلات ومن المكالمات وتروح للأشخاص دي في مكانهم لأهلهم وتوريهم الحاجة دي زي اللي حصل فيك اعمل فيهم. لكن برغم ان حاتم البنت عنده زي الولد والمفروض اللي غلط يتعاقب، وان حاتم معلهوش 1% قانوني ممكن يتعاقب عليه ولا اي حاجة من البداية للنهاية، علاقة رضائية من بدايتها لنهايتها، العيب الوحيد اللي فيها هو التشهير اللي حصل بناء على كلام كاذب، وده اللي ممكن يؤدي لسجن حد وكمان غرامة. المهم ان حاتم رفض ده وقال ان برغم ان المفروض اللي غلط يتعاقب، ولكن في النهاية احنا في امريكا، ولكن عائلات البنات دي وعائلة رانيا في النهاية عرب،
وفي النهاية بحاجة زي دي هتتوصم طول العمر. لكن هو كراجل معلهوش اي حاجة قدام المجتمعات العربية، ورفض ان هو يعمل حاجة زي دي برغم ان كانت هتحصل وهو مغمض من غير ما يتحرك ولا حركة. وفي اخر كلامه وجه لهم كلهم رسالة وقال لهم اتمنى ما اسمعش اي صوت حد فيكم، انا قفلت الموضوع ودلوقتي جمعت الناس وقلت الرواية الحقيقية، ولكن لو سمعت صوت حد فيكم صدفة انا وقتها هلجأ للقانون بدون اي رد فعل مني، بدون اي رد عليكم. الموضوع هيبقى قانوني وهيجي من بره. فاتمنى تكون العلاقة انتهت، واتمنى كل واحد يشوف حياته. وقال لهم في النهاية ان هو مش مسامح حد فيهم، وان كل حاجة هتترد لكل شخص، وان الدنيا بتلف، ويمكن هيحصل له موقف اكتر من ده بكتير، بس ساعتها هو هيتكسر، مش هيبقى زي حاتم. خلصت القصة بأحداثها الدرامية بتسلسلها كأنها رواية قاعدين نقراها عشان نعرف بس معاناة البطل أو معاناة المظلوم اللي حس بيها. واستنوا القصة الجاية، وهتكون برضو قصة قوية بس مش طويلة قوي كده، لشخص اتصدم في أقرب شخص ليه، بس غير الصدمة دي خالص. فلو عايز تتابع القصة الجاية ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك، وشوف أول حلقة في سلسلة بودكاست مظلوم اللي هي هتظهر لك دلوقتي على اليمين أو على الشمال، عشان هتفهم منها فكرة البودكاست. أتمنى لكم يوم جميل.